الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخوه الكرام، الاخوات الكريمات، مرحبا بكم في هذا اللقاء. وبعد ان اعتدنا على البث المباشر عبر اليوتيوب، نرجو ان يكون فيه نفع وفائده. بنحاول ان شاء الله في اليوتيوب انه يكون فيه احيانا سكتات حتى يكون في فرصه اذا في شخص عنده رغبه انه يقطع جزء معين لفائده معينه ممكن يقطعه. طيب، لقاءنا اليوم عنوانه تعليم ما بعد الحرب. تعليم ما بعد الحرب، نظرة مقاصدية. نتأكد من العنوان. نظرة مقاصدية واقعية. تعليم ما بعد الحرب، نظرة ومقاصدية واقعية. طبعا كانت مقاصدية دي كان عندنا دورة في الثلاثة أيام الماضية مع الشيخ الدكتور سالم عبد السلام الشيخي، ودورة عن الدورة التدريبية في المقاصد، في الاجتهاد المقاصدي. كانت دورة مميزة جدا، فواحد من زملائنا الكرام حاضر معنا الدورة فعلق قال لي طوال لقط الكلمة حقت المقاصد. وأرجو أن يكون الالتقاط حسنا يعني وليس التقاطا سيئا. طيب، تعليم ما بعد الحرب، نظرة مقاصدية واقعية. نفكك العنوان. نحن نتكلم عن التعليم في السودان بصورة أساسية. لا بأس إخواننا وأخواتنا الكرام والكريمات من اليمن، من سوريا، من غزة، من غيره، من فلسطين الضفة، من أي مكان فيه حروب يحاولوا يستفيدوا. هنا حقيقة رسالة فخر وإعزاز لإخواننا الذين يتعرضون لأسوأ أنواع التدمير والتهجير والتشويه في غزة العزة، وهم يواصلون ويحرصون على التعلم بكل صوره، التعلم الديني وجلسات ختمات وناس حفظوا القرآن في الخيام، وحتى التعليم النظامي الثاني محافظين عليه وحريصين عليه وعلى استمراره بصورة كبيرة. لقائنا أو كلامنا عن تعليم ما بعد الحرب، اللي هو التعليم في السودان ما بعد الحرب، حصل شنو وحيحصل شنو، المفروض احنا نتعامل كيف. وكلمة نظرة مقاصدية واقعية، دايرين نفهم حقائق ما يدور في موضوع الحرب والنتائج المترتبة عليها، وفي نفس الوقت حريصين على انه نحن نتكلم بمزج بين معرفة الحقائق وبين إدراك الواقع الحالي وكيفية التعامل معه. ما قدر نتكلم بلغة فيها شيء من الخيال المفرط، لكن من المهم جدا نفهم الوزن الصحيحة بين التنظير والتطبيق. فالتنظير تفكير عميق، دراسة لحقائق الأمور، دراسة للحلول، لأوزان الحلول والإمكان تطبيقه، وفي نفس الوقت الشخص يعرف الخطوات والتمرحل الممكن يمشي عليه حتى يصل للهدف المقصود. فلا يوجد في التنظير عيب، وإنما العيب دائما الناس من بعيد موضوع التنظير، بيعيبوا التنظير إذا لم يترتب عليه عمل. وهنا هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. لكن العمل بلا علم إشكال، والعلم أو الفهم أو التحليل أو التصور أو التنظير بدون ما يكون يتلوه تطبيق إشكال. طبعا برضو بين الواقع والتصور، أو بين الواقع والتنظير في تبادل دائم. يعني أنا ما ممكن أنظر صح ما لم أفهم الواقع صح، ولا يمكن أغير الواقع ما لم أضع تنظير صحيح يتناسب مع الواقع. فما في انفكاك بينهم، وإنما هو تداخل كامل. حتى الواقع السيء الموجود الآن ما وصل إلى حال السوء إلا بتنظير سيء. يعني نحن والمنظرين للشر قاعدين نتبادل وشغالين عكس بعض. يعني هم نظروا وخططوا ونفذوا فحصل الشر، نحن مفروض نشوف الشر واصل وين ونقعد نخطط وننظر ونبدأ نشتغل عشان نغير الشر بناء على التنظير والتصحيح. وبالتالي فهم حقيقة الواقع مطلب أساسي، ثم فهم ما الصورة الصحيحة. يعني خلينا بسيطة، بما أنه نحن بنتكلم بكاميرا وصورة بتكون واضحة، أنا محتاج أفهم حاجتين: حقيقة الواقع الآن ده هو شنو، ولازم أفهم في الجهة الثانية ما هي الصورة الصحيحة الكاملة المستقيمة الناضجة، أفضل صورة يمكن أن تكون شنو.
لا من أعرف الواقع وأعرف الصورة المثالية اللي أنا داير أصل لها وقيس المسافة بيناتهم، حأعرف إنه يا طريق بيخليني أبقى أقرب للنقطة النهائية. لأنه الصورة المثالية معرفتي لها لا يلزم إنه أنا بعرفها عشان داير أصل لها، وإنما أريد أن أتجه نحوها. عارف الكلام ده شوية ما مفهوم، لكن حأعيده مرة ثانية. الصورة الأمثل الأكمل لا تكون إلا بتضافر مجموعة أسباب. في جزء من الأسباب علي أنا أسويه، وإذا أنا سويته حنكون اقتربنا من صورة المثال، الصورة الفضلى، الصورة الجميلة، الصورة الكاملة. لكن أنا لا أستطيع أن أمنع التأثيرات السالبة الأخرى، وبالتالي أنا مأمور بأنه أتجه نحو القبلة. يعني لازم أعرف القبلة. شخص في حتة ما بيقدر ما عنده حرية حركة كاملة عشان يتجه نحو القبلة، نقول له لازم تعرف القبلة بوين بدقة، ثم تتجه نحوها ما استطعت وتتم الباقي بالنية. تتجه نحوها ما استطعت تتم الباقي بالنية. ودي يمكن الناس اللي بيتابعوا معنا لقاءات كثيرة ممكن تكون مرت عليهم أكثر من مرة في مسألة متكررة اللي هي حديث أبي أيوب الأنصاري في نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، قال ولكن شرقوا أو غربوا، باعتبار المدينة واتجاه المدينة إنه الابتعاد عن القبلة هو الاتجاه نحو الشرق نحو الغرب. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، قال فننحرف عنها ونستغفر الله. المراحيض في المدينة وبنيت نحو القبلة، وحرام الواحد يتجه نحو القبلة، لكن هي مراحيض مبنية ما بتتهدى ما بتتكسر ما كده. قال فننحرف عنها يعني بميل شوية ويتم الباقي استغفار. فنحن يجب أن نعلم ما الصورة المثلى، ولا بد أن نخطط لنبذل كل ما نستطيعه للاقتراب أكثر وأكثر من الصورة المثالية. ولن نستطيع الوصول لها لأنه في عوامل ثانية ما في يدنا ونحن غير مكلفين بها، لأننا لا نستطيعها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال الله تعالى آمين، قال الله تعالى قد أجبت كما في الحديث. فنعرف الصورة ونعرف إنه نحن نمشي لها كيف عشان نكون في أقرب نقطة منها، وبالتالي نقوم بالواجب الشرعي علينا. إذا اتضحت الصورة دي خلونا ننتقل بعدها لنقطة ثانية. تعليم ما بعد الحرب في فكرة يعني حقيقية يعني مركزية أنا داير أصليها وحأقول أحسع وبعدين نشوف نصليها بالراحة كيف. النظام المدرسي، نظام التمدرس، الدراسة النظامية المعتادة المأخوذة من الغرب اللي هي حضانة، روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامعة، هذا النظام ده ما طلع يعني ما فيه دليل لا من القرآن ولا من السنة ولا أيوة ما فيه دليل، لكن هو نظام غير متناسب لا معانا ولا مع العلوم اللي بتدرس ولا مع الأهداف ولا مع الوظائف. نظام منتهي قوته في إنه مفروض فرضا، ولا يكاد الناس يتصورون الوضع بدون. ولذلك الكتب والحلقات الموجودة سواء الحلقة بتاعت الدكتور عبد القادر عمور ولا الحلقات يعني يمكن في 16 إحالات مقاطع اليوتيوب وكتاب خلف أسوار المدرسة، دي كلها جزا الله خيرا أخونا محمد جمال ما قصر جمع الحاجات دي وخدتها، وانضافت ما أعرف أظن علاء هو الأضاف خلف أسوار المدرسة. فالكتب دي كلها بتعزز أو بتكشف إنه هذا النظام، نظام التمدرس أو النظام المدرسي الحالي، هو نظام ما متناسب مع طبيعتنا ولم يعد متناسبا مع طبيعة العصر الحاضر. النظام ده فرض علينا فرضا وله أهداف كثيرة، جزء منها مفيد لكن كثير منها أهداف غير سليمة. ما معنى إنه كل معلومة موجودة هو غلط. واحد يقول لك كيف أنت تتكلم عن الموضوع ده وقاعدين يقرونا دين؟ أنا والله ما حفظت سورة الفاتحة إلا في المدرسة، أنا والله ما عرفت الصلاة إلا من أستاذ الفقه، أنا والله ما عرفت
بنتكلم عن النظام ككل. هل ال 12 سنة القاعدة تبذل تتناسب مع حجم المخرج الجاي؟ وده علماء الإدارة كلهم بيقوا ما قاعدين يمشوا الأمور زي قدر الإنكم والأوت كم، الإنبوت والأوتبوت. بيتكلموا كلام كثير جدا عن إنه يعني هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، يعني في النهاية الصورة الموجودة دي لا تستحق. فالنظام المدرسي مرتبط بالدولة الحديثة، والدولة الحديثة مرتبطة بالنظام العالمي. الحصل عندنا في السودان شنو؟ في الحرب حصل تدمير للمنشآت، لكثير من المنشآت التعليمية، حصل تعطيل للناس، خلوا الناس يذوقوا الحياة بدون مدارس حقيقة، وأتلفوا أموال الناس اللي كانوا بيدفعوها عشان يقروا بها، وتسببوا في تهجير عدد كبير من المعلمين انهم يمشوا خارج البلد، وفي تشتيت عدد من الابناء بقوا ما قادرين يلقوا المدارس، ما قادرين يقعدوا فيها، قد يكونوا في بلد ما بتوفر لهم دراسه بالمنهج السوداني، او ما عندهم تاشيره، ما عندهم يعني الورق القانوني اللي بيخليهم يقروا قرايه نظاميه في البلد. كل الاشياء دي وكل الظروف دي من اهم فوائدها هذه المحنه، انه هذه المحنه سببت سقوط صنم النظام المدرسي من نفوس كثير من الناس. والناس اللي بيتابعوا اللقاءات القديمة كان عندنا حلقة كاملة عن الموضوع ده، عن التعليم، انه كيف سقط هذا الصنم، يعني استصنام النظام المدرسي، وانه الناس ما قادرين يتخيلوا. في واحدة ممكن تغامر بدينها، مش بعرضها، لا، ممكن تغامر بدينها وتمشي تقرا في حته ما هو ممكن، حته هي لا عندها خلفيه دينيه كويسه ولا كده، وممكن تنحرف تطلع برا الدين، لكن عشان القرايه. حينما يسقط هذا الصنم نحن الان امام فرصه ذهبيه جدا انه نحن نعيد تشكيل الواقع بناء على صوره فيها تحرر من النظام المدرسي السابق. باختصار كده، انتوا لو وصلت لكم زي ما بنقول المعلومه دي فخلاص نحن يعني حققنا الهدف الأساس من هذا اللقاء. هدفنا الأساس من هذا اللقاء إنه يا أيها المجرمون الذين تسلطتم على بلدنا فدمرتموها ودمرتم معاه المدارس، نحن حنطلع بفائدة كبيرة جدا، إنه الصرح اللي هو النظام التعليم النظامي أو التعليم المدرسي المعتاد اللي انتوا جيتوا تدمرونا فدمرتوه، انتوا الخسرانين، لانه نحن ساعدنا هذا الموضوع في ان نتحرر من اسر هذا التعليم، سواء كان اسره في انه الناس ما حتنجح، في ناس ما متخيلين انه ممكن زول يعيش بدون مدرسه، وهم دي الناس عاشت ومشت اموره وكده. ثم التحرر من اسر انه ما قرا مدرسه ده انسان كعب. ولدك ذاته انت اللي قاعده تقولي ما قرا مدرسه زول كعب، وانه هو التعليم ممكن الزول يفرط فيه، وانت ذاتك اضطريتي تفرطي فيه لانه الظرف الاقتصادي لم يعد يسمح لك بانه انت تقري ولدك وتقدري تعيشي بالصوره المطلوبه. في بيوت قروا فيها اثنين وخلوا الثالث، قروا فيها واحد وخلوا اثنين، وفي بيوت خلاص مشت لكن دون الصوره التي كانت او التي كانوا يريدونها. فالحته اللي داير اصل لها هنا حقيقه، وارجو انها تكون يعني واضحه، انهم دمروا بلدنا لكنهم دمروا واحده من ادواتهم التي كانوا يسترقون بها الناس. وفي نقاش مع البنات مره، بناتي في البيت، في انه قلت لهم الحاجات الموجوده في ماده، مثلا ماده الرياضيات، رياضيات في صورة يعني خلاص المتقدمة في الثانوي في آخر المتوسط، كم نسبة احتياج الناس الحقيقي في حياتهم لمفردات مادة الرياضيات؟ قالوا يعني شبه معدومة. الصورة الموجودة الغرب قاعد يعلمنا الحاجات دي لأنه بتتوقف عليها الصناعات الكبرى بالنسبة لهم، سواء كانت صناعات الذكاء الاصطناعي، الصناعات المتعلقة بالشغل بتاع الفضاء بغيره بكده، دائرة شخص يكون مولع بالحاجات دي ويعني محترف فيها لأبعد درجة، فيقوموا يقرروا مليون شخص عشان من المليون ديل يطلعوا 5 أو 6 يكونوا متقنين وعاشقين للشيء ده، يقوموا ياخذوهم
بلوتري بحاجه هنا انه والله ديل اذكياء الرياضيات اذكياء الفيزياء عشان يشيلوهم يدوروا بهم مصانعهم وصناعاتهم الضخمه. يعني بخاطروا بانه يقروا مليون شخص شيء لا يستفيدون منه في حياتهم عشان ينتخبوا هؤلاء القله وياخذوهم ويكونوا سبب بالنسبه لهم انهم يعني يقدموا من خلالهم تطوير لصناعاتهم وتطوير لهيمنتهم على الدول. فدي القضيه المركزيه. يعني انا ما جيت عشان اقول، جيت اقول يا جماعه قوى الشر اللي هي من وراء القوى العالميه، الامم المنتحره، كل الحاجات دي جات وفرضت على الدوله الحديثه هذا النظام المدرسي المستنزف المستهلك للوقت والطاقه والذي يسيطر على الناس سيطره كامله. فرضت هذه الاشياء على الناس، ومع فرضها للاشياء دي على الناس اضعفت حاجات كثيره، اضعفت البعد الديني. امجد سمير من الشخصيات العلميه الدعويه ظهرت حسي في الايام دي، فجايبين معه لقاء قديم يعني عن بدايه استقامته ومعرفته وكذا. قال في الثانوي ماشي، فقال بس ما عنده يعني، هو بصلي بس يعني الصلاه العاديه دي. فقال من الحاجات اللي يعني شدته مره ماشي، قال فلقى شريط كاسيت مكتوب فيه الزمر غافر الدعاء الشيخ محمد جبريل. فالزمر يعني سوره الزمر وسوره غافر، وبعدين معاه الدعاء، دعاء الختمه، دعاء التراويح يعني. فيقول بس شداني انه كيف الزمر ده منه حيغفر الدعاء، وهو الدعاء ذاته بيحتاج يغفر، والدعاء ما حاجه كعبه عشان يغفر. فقال حيروا موضوع الزمر غافر الدعاء ده، انه داير يشوف شنو الحاجه اللي اسمها الزمر دي اللي بتكون سبب في انه الدعاء يكون مغفور للزول. فيقول دفع قروش 2 جنيه ونص واشترى الشريط وما يسمعه، فكان سبب لهدايته. فكون شخص في الثانوي وما بيعرف انه في سوره اسمها الزمر وفي سوره اسمها غافر، ويعني عشان يجي والاسم يكون اول مره يمر عليه في ذهنه. ودي كانت حاجات الناس بيتعلمها في مستوى التعليم الابتدائي، على الاقل يكونوا مروا قروا القران كامل ما الا حفظ. لكن في المرحله الابتدائيه وفي مراحل التعليم الاولى اقراء القران كامل للطفل ليتاكد من صحه تلاوته، وبالتالي ترتقي لغته وترتقي ادواته في الفهم وفي التعامل في غيره. كل الاشياء دي كان بيقروها من غير اي عناء. ليه؟ لانه والله الشيخ في المسجد كل يوم بياخذ معاهم كده صفحه في فتره كده شهر، بيكونوا مروا على كامل القران قراءه، خلي فضلا عن اسماء الصور. فالقصد انه هذا النظام المدرسي، وانا حريص على ان نطرح مجموعه افكار، نسجل عدد من الافكار والمقترحات لان نطرحها عشان نخرج بصوره عمليه. طيب، انا حنتقل نقله ثانيه لجزئيه ثانيه بس عشان نمشي في جزئيات. الجزئيه هنا انا بحاول في التسجيل برضه افصل عشان تكون عندها نقاط. طيب، النقطه الثانيه داير نتناولها التعامل بالواقعيه في امر التعليم والمدارس. التعامل بالواقعيه، احنا في النهايه هذا النظام المدرسي نظام عالمي مفروض على كل الناس، ولو مشيت في دول انت ممكن ما يخلوك تاخذ تاشيرتها اذا ما عندك شهاده بتاعت ثانوي، اذا ما عندك في وظائف لا يمكن انه تشتغلها ما لم يكون عندك شهاده جامعيه معترف بها بمستوى معين بعدد ساعات معينه بعدد سنوات معينه. فده واقع موجود لا ينكر. من استطاع ان يجعل كسبه بدون هذا الخط وربنا فتح عليه كده خلاص يمشي. لكن من لم يستطع وكان عنده احتياج فينبغي ان لا يكابر. يعني لا لمكابرة المحتاج. انت محتاج ما تكابر، تقول لا والله والقرايه طيب حتعمل شنو؟ اديني تصور. يعني انا ما عندي مانع انك انت تقول لي والله انا تصوري لحياتي انه انا حاكون من الميليزم اللي هم الناس اللي بيعتمدوا على موضوع التقلل. كيف التقلل؟ انا حكون حقلل اكلي وحقلل شربي وحقلل كل الاشياء الدايره قروش، وبالتالي اكون انا انسان متقلل فلا احتاج الا لاموال بسيطه، والاموال البسيطه دي عندنا نخل انا حاشتغل فيه وبدخل دخل مطلوب، عندنا بهايم عندنا كده حاشتغلها.
ما لم تضع تصورا فلا تترك هذا الخط التقليدي، هذا الخط المعتاد. من التصورات الجيدة، واحدة حتقول لك أنا والله يا أخي ما داير أشتغل أصلا، أنا والله دايرة يعني حاجهز نفسي على إنه أنا أكون عندي القدرة إنه أنا أربي، إذا ربنا اداني رزقني ذرية، عندي أولاد أختي، بنات أختي كده، عندي بنات يعني بدرسهم في الحي، أي ما كان أنا بفكر في إنه أنا لا أريد، أنا فتاة وأنوي فقط إنه أنا أتزوج وأتعلم ما يلزمني في الزواج وفي البيت وفي إصلاح المجتمع المحيط بي. لا داير أبقى رائدة فضاء، ولا داير أبقى عالمة بتاعت عالمة ذرة، ولا داير أبقى يعني مخترعة في بس داير أشتغل حاجة زي دي وأتعبد لربي وأصل رحمي وأقوم بكل الواجبات دي. لكن خلاص هنا ممكن نقول لها ما في داعي للثانوي، لكن لو استطعتي من غير ما يأثر على برامجك الثانية تاخذي شهادة ثانوية أخذيها وخذتيها عندك. طيب الواقعية اللي هنا اللي بندعو لها أقل ما فيها إنها هي صورة من صور التخطيط، يعني إنك أنت تكون فاهم إنك حتسوي شنو، لأنه في شخص بيخلي القراءة تسأله كيف الرزق، كيف يقول لك يا أخي الرزق على الله، أيوة الرزق على الله، لكن هل أنت عندك خطة له؟ تقول ما عندي خطة له. طيب هل انت بنيت لك اي مهارات عشان تدخل بها السوق؟ على الاقل الدرداقه دي زاد عشان الزول يلزها ويمشي بها، داير يفهمها بيحركوها كيف، شنو فنياتها، يتابع الناس اللي بيلزوا الدرداقه ويشوفهم بيعملوا شنو. يعني هل انت هيأت نفسك لما هو الشيء الذي سيكون سببا لكسبك، لا للعنتريات، دون ان يكون الشخص قادرا ومتصورا وواضع خطه، واضح خطه حقيقيه، مش يقول لك والله يا اخي انا بس بدخل بدقش السوق ده. طيب مشيت اتعلمت احكام التجاره واحكام الصناعه واحكام كده، هل انت عندك القدره النفسيه على انك انت تخسر، انك تدخل لك في معامله وتخسر فيها؟ هل كل الاشياء دي لابد منها، فالواقعيه مطلوبه. فاحنا بنتكلم انه التعليم ونظام التعليم، انا ما حاجي يجيني ولد يقول لي والله خلاص انا بعد ده بس فرصه انه انا اخلي القرايه من زمان، ما حتخليها عشان تسوي شنو؟ عشان تقعد تمسك تلفونك وتقعد تتفرج في افلام وتتفرج في كلام فاضي، ولا يضيع وقتك ساي؟ لا، ما لم يتصور الشخص ما الذي سيصنعه فلا يصح له ولا يقبل منه انه يترك الشيء المعتاد. لكن ما بيمنع انه انا اقول لك ابتعد عن المحرمات الموجوده فيها، انتبه من الانحرافات الفكريه والعقديه الموجوده داخل بعض المناهج حتى لا تقع فيها، ولا اتشدد اقول لك يا اخي انت مجرد قعادك في فصل والماده دي حتى انت ده اسوأ من اداره الخمر فيها، لا خلاص. هذه صوره من صور الاستعمار اللي هو باسمه الصحيح الاستخراب الموجوده، التي فرضت على الناس فرضا وانت داخل وانت كارهها ولست راضيا بها وحريص على انك انت تتجاوزها ما امكن ان تتجاوزها باسرع ما يمكن. فدي فكره الدعوه الواقعيه لازم تكون واضحه. برضو من الدعوه الواقعيه واحد خلاص باقي له سنه يخلص، خلاص انت قعدت كل السنوات دي اقتنعت والله بالكلام ده كلام فارغ وهنا، يا اخي خلص وشيل شهادتك دي وشوف بعد ده حتعمل بها شنو. ما تجي تضع نفسك في حته وتجي بعدين تتندم تقول والله يا اخي انا لو عارف وانا والندم لا تتندم على لا تترك شيء وتيجي تتندم بعدي. ولذلك المفتي او الشخص اللي بيستشار في حاجه زي دي مهم يعرف انه الزول ده هل عنده قدره، هل دي هبه او زي ما بيقولوا حال شاله او هوشه شالته، ولا هو لا هو متأصل ومتجذر ومتصور انه هو القرايه دي خلاص داير يخليها لانه وحاسس بانه ما في منها فائده او في اشكاليات. او حتى الشباب اللي بيخاف الواحد على دينه عديل كده بيجيك بيقول لك والله يا اخي انا في الجامعه المختلطه دي خلاص ما قادر، انا اصبحت اخاف على ديني. ايوه انت خايف على دينك، لكن انت لو خليت الجامعه وفاضل لك فيها 6 شهور ولغيتها ومشيت قدمت استقالتك ولا شرطت شهاداتك ولا كده، الشيطان اول ما يحس بانه انت فاتتك هذه الفرصه ممكن يجي يندمك بعدها ندم يمرقك برا الدين. يعني بدل المنكر اللي انت كان حتقع فيه في بعض مقدمات الشر والفساد والكذا بالنظر من غيره من كلام، نبقى في مشكله اخطر من كده في انه تجيك هزه في اصل دينك او تجيك نظره سوداويه للشيوخ او الدعاة
أصلا نبهوك للإشكالية بتاعة الاختلاط وما فيه من فساد أخلاقي وما فيه من تعريض النفس للفتنة. فلذلك الواقعية أمر مطلوب، وبدون الواقعية ممكن احنا نقع في بعض الصور التي يصعب التعامل معها وقد تكون وصمة على الشخص ولا تزول من نفسه بصورة سهلة. طيب، المقطع الثالث داير انتقل فيه نقلة يعني بس شوية كده الناس عشان يعرفوا البيئة بتاعت المدارس. يعني المقطع الثالث ده ممكن نسميه حقيقة الارتباط أو العلاقة العاطفية مع المدرسة. الكتاب خلف أسوار المدرسة وكثير من مقاطع الفيديو اللي حتشوفوها بتتكلم عن قضية أساسية، إنه هذا النمط بتاع المدرسة ليس هو النمط الفطري بتاع التعلم، وإنما هي صورة جاءت وفرضت على الناس فرضا وحسنت وجملت، فأصبح بعض الناس يجبر نفسه عليها ظنا أنه هو الخطأ والوضع ده هو الوضع الصح. يعني نادر جدا، يعني نقول 5% من طلاب المدرسة الذين يفرحون ببداية العام الدراسي أو يستبشرون به. يا سلام، باقي على المدرسة أسبوع بس، يا سلام بكرة المدرسة. ولو تفحصت في أحوال هؤلاء حتلقى جزء منهم كبير إنما أحبوا المدرسة عشان يطلعوا من قفلة البيت، يعني ما حبوا المدرسة لما يقدم فيها من علم، أو الواحدة حبت المدرسة عشان حتقابل صاحباتها، أو حبوا المدرسة عشان بدوهم مصروف يشيلوه. يعني لو جيت فتشت أنت يا ابني حاب المدرسة شنو، يقول لك لأنه احنا طوال الإجازة ما قاعدين يدونا مصروف. وبالتالي حب كده للمدرسة، إنه والله وهذه المدرسة حيث أجلس في الصف مؤدبا مربعا يدي وأنظر إلى السبورة وتأتي تلك الأستاذة الحنون فتعلمني وأتلقى ذلك العلم الذي أنتفع به في نفسي ويكون سببا لي في. لا تكاد تجد طالب عنده الشعور ده. واحدة من أهم الأسباب حقيقة إنه الطالب والمعلم وولي الأمر لما يرسلوا الولد المدرسة ما في أي معاني بتاعت احتساب وبتاعت نية حقيقية، بخلاف المشي للمسجد، بخلاف تلاوة القرآن. يزول بيقعد بيصبر على حفظ القرآن، على تلاوته، على قرايته، على الدرس اللي في المسجد. لماذا؟ لأنه يرجو من ورائها الأجر، والأجر يثبت بمجرد النية والسعي. خلاص انتهينا. يعني ذول وحسن ظن الإنسان بربه إنه ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع لي هذا العمل ولن يتركم أعمالكم. العمل ده ما بضيع غير حجم البركة والارتياح والطمأنينة الفورية الآن بلقاها من العمل ده. يعني زول حضر له مجلس بتاع علم في المسجد، سمع من الآيات والأحاديث ونظر في عظمة الله، تأمل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، استشعر حجم النعمة علينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المعاني دي كلها حضرت جوا قلبه وطلع، ده حيطلع مبسوط جدا. لكن مش المدرسة حاجات ما فهمها وحاجات ما عارف أصلا هي بيستفيدوا منها في شنو، غير في دق وفي شكل وفي آفات كثيرة جدا قاعدة في المدرسة. ما حيجي راجع وهو مبسوط، هو بيجي فرحان إنه اليوم خلص. من طرائف المدارس واحد من الأولاد زمان كان الإجازة الخميس الجمعة في السعودية، فالولد رجع يوم الأربع. رجع البيت وزهجان. فأمه سألته قالت له مالك زهجان؟ عندك خميس وجمعة. قال لها لكن يا أمي يوم السبت قرب. يعني هو يعني إحساسه بألم جية يوم السبت اللي فيه المدرسة ما مديه فرصة يستمتع بيومي الخميس والجمعة القدامه ديل اللي هم أصلا أيام بتاعت إجازة، باعتبار أنه لا من يستمتع بهم حيخلصوا، حيجي بعديهم يوم السبت. فالمعنى ده معنى لا يكاد ينكر، يعني نادر من يكابر فيه. خلينا نقول أنسى 95، نقول الغالبية 55 يا أخي 60 51 من الناس ما قاعدين يحبوا مدرسة، لأن المدرسة لم تبنى
لم تشيد هذه الدراسة الأكاديمية تشييدا على أن يبنى في الإنسان ما يحتاجه دينا ودنيا، لا، في نظام كده تقرأه بقى. طيب دي بنستفيد منها شنو يا أستاذ؟ أقرأ بطل كلام، بطل قلة أدب. طيب أنا قاعد أسأل إنه أنا الفصل الكامل ده الفيزياء الفراغية أنا حستفيد منها شنو؟ أنا ده ما شاطر ولا بتعلم، بستفيد منها شنو؟ بتنشط عقلك، ما قاعد تنشط عقلي. ممكن تنشط عقول فلان وفلان وفلان، لكن انا ما قادر احس انها قاعده تنشط فيني عقلا ولا نفسا ولا لا تزكيه في النفس ولا غيره. ولذلك وده تنبيه يعني لا باس انه بعدين نفصل لوحده. تنبيه مهم جدا في موضوع المدارس او النظام التعلم المدرسي او التعلم النظامي والتعلم الرسمي، التعلم الحكومي. من الخلل الكبير ان ننزل ما ورد في الشريعة من آيات وأحاديث وأقوال السلف في مدح العلم والكلام عنه ومدارسته، وفإن حضوره ذكر ومدارسته تسبيح، والكلام زي ده كله الذي ورد في علم الشريعة تنزيله في التعلم المدرسي فيه كثير من السلبيات. من أوضحها إنه الإنسان بيستوي عنده خلاص، بيبقى عنده كراهة للعلم ذاته، العلم النافع اللي بيفيد ذاته، لأنه خلاص فهم إنه ده هو العلم، غير إنه الأدلة دي نفسها بتفقد جزء من سطوته وجزء من تأثيره على الإنسان. فهذا العلم لو جينا نشوفه الناس قاعدين يقروا مدارس ليه؟ ما عشان يزدادوا قربا إلى الله، نبقى واضحين. الناس بيقروا في المدرسة بيخلصوا الابتدائي عشان يمشوا المتوسط، يمشوا المتوسط شنو؟ عشان يمشوا الثانوي، عشان يمتحنوا شهادة، عشان يدخلوا الجامعة. يدخلوا الجامعة ليه؟ عشان يتخرجوا ليه؟ عشان يشتغلوا بشهادة، مش عشان يشتغلوا بس. لأنه لو الشغل بس كان الزول ممكن يطلع له من بدري. أحد أقاربنا ود عمنا في الحساب رحمه الله توفي فترة، لكن هو أصغر منا بفترة بسنوات كثيرة، فقرر يخلي المدرسة ويمشي يدخل الجيش يشتغل وهو في خامسة. يا فلان، أمه جاتني قالت لي يا أخي فلان ود أخوك ده ود عمك ده قال كده 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 وخلى المدرسة. فجيت يا فلان يا أخي كده، قال لي يعني بدأ يحس إنه قاعد أتونس معاه، قال لي عارفك داير تتكلم لي عن موضوع المدرسة. قلت له قال لي ها أنا شايف مستواي تعبان كيف، وأنا حاسس كم مرة سقطت لحد ما وصلت خامسة. تاني شوف أنا لما نجي داير أقرأ المتوسط داير لي كم سنة، داير سنتين وقول سقطت سنة، ثانوي داير لي 3 سنين وبسقط سنتين فيها، وبعديها قلت له بعدين طبعا حتمشي الجامعة تقرأ الجامعة. قال لي ها والجامعة قريتها بعد الجامعة. قلت له طبعا الجامعة هتشتغل، أنا ما عارف إنه قاعد يحفر لي في حفرة. فقال لي طيب انا ما اختصر الطريق من حسه، ما دام بعد كل القراءه والتعب ده انا حمشي اشتغل، ما اشتغل من حسه. طبعا الناس اللي بيدافعوا عن الموضوع بيقولوا لا، الشخص ده بيشتغل وهو عنده شهاده راتبه بيكون اعلى، وزول بيشتغل عنده شهاده لا بيكون فهم الحياه وبيكون ادرك في دفعات او نقاشات كثيره. لكن هذه النقاشات الواقع يكذب كثيرا منها. بمعنى شنو؟ واحد مره كاتب قال نحن كنا 5 اصحاب، نحن 4 كنا اصحاب في الثانوي، 4 معدلاتنا كانت كويسه فدخلنا الجامعه. صاحبنا الخامس ده معدله ما كان كويس فما قدر يدخل الجامعه. قال نحن تخرجنا ال4 وكتر خيره صاحبنا ما دخل الجامعه، كلنا شغلنا معاه في شغله البداه بعد ما خلص الثانوي. يعني زول ده بعد ما خلص يدور شغل في خلال 4 سنين 5 سنين احيانا المشوا فيها زملائه ده اللي يقروا في الجامعة، هو كان بنى بناؤه الوظيفي، بناه خلاص ظبطه وبنى شغله يعني، فبقى محتاج ناس. فال5 اللي تخرجوا اللي قروا الجامعة ديل جابوا شغالوا معه. طبعا ده ليست هي الصورة الأساسية ولا الطبيعية، لكن ما أريده أن المدارس نظام التمدرس الحالي ليس نظاما محبوبا. تنزيل الأحاديث الواردة في فضل العلم وفي الترغيب فيه والصبر عليه ومدارسته وكذا خطأ مؤثر أكثر، يعني يضر بالدليل ويضر بالمدلول. فينبغي إنه الناس تعمل حسابه وتكون
يعني بتكون بهذه الصورة. طيب دي نقطتنا، دي يعني نقطتنا الثالثة. طيب النقطة الرابعة، وداير اربطها حقيقة بالأحداث العالمية الحسة، التعليم. اكتشفنا في هذه الحرب انه في علوم كان ينبغي ان يتعلمها الناس. كون الشخص يتعلم كيف يضرب سلاح، دي في زول ممكن يكون تخرج من الجامعة وما عمره مسك سلاح بيده، خاصة بعد ما الخدمة اللي كانت بتتعمل في الثانوي بقى ما عندها فرصة انه الناس يعني معلش نرجع رجاء لو في شخص يعلق بس يعلق في الموضوع بس حتى ما يشتت علينا. فالتعليم كان في خدمة إلزامية أو تدريب كان بيكون بعد الثانوي، والناس بيتدربوا بيضربوا سلاح وبيضربوا كده، فبقى ضعف في السنوات الأخيرة، فبيقول الناس ما قاعدين يضربوا سلاح، بيدخلوا الجامعة وما عندهم علاقة بالسلاح وعلاقة بالأشياء دي. ظهر الأثر السالب بتاعها في الحرب لا من قامت والناس ما بيعرفوا، بل إن هؤلاء المجرمين كانوا يسخرون من أهل المدن بأنه الناس دي ما رجال، ليه؟ يقول لك ما بيعرفوا يضربوا سلاح. وبالفعل ضرب السلاح واحدة من معاني الرجولة التي الأصل أن يتعلمها الإنسان. أنت ما تتعلم ضرب سلاح لشنو؟ أنا السلاح غير إنه السلاح دفاع، أنا بدافع عن نفسي، السلاح مرجلة، ضرب سلاح كده دي رجولة. والناس كمان لو النسوان زغرة والحاجات دي والهنا والكده تاني ترش. فالسلاح بيعلم يعني حجم القيم التي تحصل من ضرب السلاح، وبعدها بيجي يقيد بانه انت بقى عندك سلاح يجب ان لا تظلم به غيرك وان تدافع به عن الحق وتدافع به عن العرض والكيف، معاني كثيره جدا بتجي. وبيكون الكورس التدريبي فيها هو الكورس الناشئ او القائم على انه يكون في درجه من درجات المعرفه بهذه الاسلحه وبكيفيه التعامل معها. مما ينبغي ان يتعلم انه الانسان يكون متعلم على احوال الشده. احوال الشده الناس قاعدين يتعلموا على احوال الشده احيانا في بس يمشوا يعني في ظروف خاصه تحصل لهم، او ناس اصلا يكون ده وضعهم. لكن زمان كان في الكشافه، في غيره، في حاجات الناس بيعلموا انه كيف انت تقدر تولع نار وانت ما عندك كبريت، ما عندك نار، كيف ممكن. كان بيتعلموا الناس زمان، هسه وقف تعليم الحاجات دي. انت محتاج طيب المويه، انا كيف ممكن القى لي مويه؟ لو ما لقيت مويه كيف ممكن استدل على وجود الماء بوضع انا لا استطيع؟ يعني انا ما عندي اثنين، ممكن والله شرب الطير ففي اشياء كثيره من الحياه الاصل انها تتعلم. حيجي واحد يقول لك دي ما المفروض تعليم المدرسه، دي المفروض يعلمها الشخص من المجتمع. المجتمع اصبح في وضع لا يعلم. نرجع ثاني للتعليم. الحرب كشفت انه من اهم العلوم التي ينبغي ان تطور علوم صناعه الاسلحه، ودي واحده من اهم التخصصات. يعني لو في شخص قال والله يا اخي انا امشي تخصص، نقول له امشي بالتخصصات الهندسيه اللي بتمكنك ليه قدام تستفيد مما وصل اليه العالم ومما سرب من العلوم، عشان انت تكون ليك يد في تصنيع اسلحه يحفظ الناس بها دينهم ويحفظ الناس بها بلدهم وعرضهم وانفسهم. كويس. من الاشياء المفروض تتعلم برضو تعلم الصناعات التي تحقق الاستقلاليه. الطاقه الشمسيه، الالواح بتاع الطاقه الشمسيه، تصنيعها، تركيبها، بدائلها، تشبيكها مع بعض، في اشياء كثيره جدا حقيقه ممكن الناس لو ركزت عليها وتتعلمها. ممكن لا من مرت سنتين على الحرب احنا كان في لقاء اتكلمنا فيه عن انه كليه الطاقه الشمسيه وكليه المسيرات، انه يكون في كليه بس انه يا اخي دي المسيره اهون، دي ده حجمها ودي سرعتها وده مداها، داير انك تصغر الحجم وتزيد السرعه والمدى. اقعد 4 سنين اقعد بس اشتغل لي في دي، حلل واعمل ما يسمى بالبناء العكسي او التحليل العكسي، يفكفكها
عشان تعرف يركبوها كيف، عشان تعرف اجزاء شنو اللي بيتكون منها، عشان تعرف تصنع الاجزاء دي كيف وكيف تتعامل معها. وهكذا في كثير من الادوات التي تساعد على التحرر من الدولة القابضة، اللي هي الكهرباء، النت، الغير، الحاجات دي. لا، ممكن انسان يعيش حياة عادية. الموية، افرض جاز ما في، شنو الطريقة اللي ممكن نطلع بها الموية من البحر؟ طيب جيب ما عارف طريقة الساقية، طريقة الكذا. طيب الساقية بتنفع؟ هل ممكن ساقية نشغلها في البحر؟ ايوه اعمل كذا، جيب هنا، جيب طريقة بالجمال بغيرها الى اخره. فالقصد انه الحرب كشفت لنا ان هناك اولويات في التعلم هي اولى من غيرها، لا سيما وان عالم الحرب لم ينتهي. يعني زي ما بيقولوا دي المشاهد، الناس تاخذ لها ريست كده شويه وتستعد لمعركه قادمه قد تكون اكبر من المعركه السابقه، لانه يعني الناس داخله في اجواء عامه بتاعت ملاحم يعني. بعد ذلك تكون بتين وين تبدا بوين تمشي بوين. العالم كله يعني الان يتشكل من جديد. فالعلوم دي من العلوم المهمه، علوم المتعلقه في الطب مثلا، الاسعافات انا ما داري الا الدكتور اللي يكون بيعرف الاسعافات، لا، الاسعافات الاوليه، كيف يتعامل مع اللدغه بتاعت العقرب، كيف يتعامل مع الضربه بتاعت السلاح، كيف يتعامل مع كده، كيف كل الاشياء دي من العلوم التي ينبغي ان تتعلم. وبالتالي في منظومه تعليم ما بعد الحرب يجب ان ياخذ في الاعتبار ما كشفت الحرب اننا لم نكن مستعدين له. تعليم ما بعد الحرب يجب ان يتضمن تعلم الأسباب التي تقينا الأضرار الكبرى التي ترتبت على الحرب السابقة. تكون أنت مستعد بشنو؟ بالعلوم التي تعينك على الاستعداد. دون أن نتوجه بالصورة دي أن إحنا ما حنكون استفدنا من الحرب، ولن يصبح تعليمنا هو تعليم ما بعد الحرب. تعليم ما بعد الحرب يعني التعليم القائم على الوعي الذي حصل بسبب الحرب. تعليم ما بعد الحرب هو التعليم المرتكز في اختياراتي، في موضوعاتي، في نمطي، في طريقته، على ما أفرزته هذه الحرب من وعي، من نتائج. ولذلك لو جينا نعدد كثير جدا حقيقة الأبواب، باب أو العلم أو تعلم كيفية الترميم لما تلف بسبب الحرب، خلاص، اللي هي إعادة الانتفاع من، يعني إعادة الترميم، قريب منها إعادة الانتفاع من المخلفات. كيف المخلفات دي ممكن الناس تستفيد منها وتعيد، اللي هو موضوع علم التدوير، اللي هو حسع علم واسع. علم التدوير علم بيتعلم من غير ما تكون انت تفهم خواص المواد وتفهم ما اعرف شنو الوزن الذري بدون اي كلام زي ده شغل حقيقي. جيب المادة دي اعملها. لا مانع انه يكون في احد من الناس متعمقين في بعض الجزئيات الدقيقة جدا اللي بيكون لها تأثير، لكن الشخص العادي لا، يتعلم حاجات الموجودة. من العلوم التي يعني ازدادت قيمتها تعلم ما يتعلق بالزراعة بكل صورها، ما يتعلق بالتعامل مع الغابات، اللي هو الانتاج يعني اللي هي الغابات. كيف تقدر انت تمشي؟ طبعا الفرق بين الزراعه والغابات، الغابات حاجات موجوده انت بتمشي تطلعها وتاخذها، صمو، قرض، تلقط لك مانجا في بعض المناطق اللي بيكون فيها المانجا هنا. الاشياء المنتجات زي الزراعه لا، انت بتمشي تزرع. وفي الغراس انت بتشيل بتغرس النخل، غراس والذره والحياه زي دي زراعه. تعلم هذه العلوم بصوره علميه وبصوره منهجيه وبدون تطويل. بدون تطويل دي من الاشياء المهمه جدا، انه ما في داعي للتطويل. تعال وريني انا كيف بشتغل، لان الزراعه القائمه على الالات هم حيعطلوا عنك الآلات وحيعطلوا عنك الوقود الذي تتحرك به الآلات. كيف تتعامل بوضعك، كيف تصنع الواسوق وكيف تصنع المحراثة، وكيف تصنع الكوريك، الطورية، تصنعها كيف وتستعملها كيف وتطورها كيف، وكيف تاخذ من الأفكار الموجودة على النت أشياء تطور بها ما عندك، تطور بها الصناعات دي. انا معلش طولت في الامثله لانه الناس بيقول لك ها يعني نتعلم شنو، نعلم الناس شنو. الكلام ده في التعليم الحر
الذي يجب أن يكون مصاحبا للتعليم الإلزامي المدرسي إذا كنا لا نستطيع أن نتخلص أو نتخلى عنه. أما الناس اللي أصلا ما قادرين فلا للصورة التي سنتكلم عنها في مقطعنا الخامس. طيب أنا قاعد أسجل في التسجيل الثاني مقاطع منفصلة بس عشان تدينا فرصة لإمكانية التوزيع بصورة أفضل، وهنا ده الفيديو بيكون كما هو. طيب المقطع الخامس ألم ترك التعليم خلال سنتي الحرب. الحرب في سنتين كانت ضاغطة جدا، الناس يا قاعدين في حتة ما أمنين على نفسهم، يا هم نازحين ما قادرين يسووا شيء لأن حتة نزحوا لها العدد كبير والناس ما قادرنا، يا مشوا لحتة برا وبالتالي هم في غير بلدهم ما عندهم قدرة إنهم يقروا هناك، ما عندهم، فالمدارس تعطلت. العيب الكبير هو أن التعليم تعطل بتعطل المدارس، وبقى ما في إلا التبطح، الناس اللي ما بيعرفوا التبطح مع السودانيين معانا، المهم إلا الرمتلة كويس. طيب في ناس خلاص قراية مدارس ما في، قراية ما في، وكأن الشخص خلق إما لمدرسة أو لإجازة، حتى الإجازة استمرت سنتين. وهنا إشادة بعدد من الأسر الراقية جدا، والرقي هو في تحريك العقل، إنهم اشتغلوا، قال لك إن إحنا تلمينا في الحلة، فينا الناس القارين وفي ناس حتى بيدرسوا في الجامعات وكذا، وعندنا ولاداتنا، فبقى أي زول يعلم الأولاد جزء مما يعلمه من العلوم. عملوا لهم مدرسة، خلاص انتوا فلان ده والله حيجي يقريكم مدخل إلى صناعة الحاجة الفلانية مثلا، يجي يشرحها اليوم ويقعدها اليوم وكذا، ويجي كل الأولاد ويتعلموا منه. فلان ذاك والله يا أخ مزارع ممتاز، يلا كن معانا على جنينة جدكم، يلا كن معانا على أرض جدكم، لو نمشي النخل نمشي كذا، ويمشي يعلمون، وهناك تعليم مباشر. هذا التعليم أي شخص تيسرت له صورة من صور هذا التعليم فلا يحزن، فإنه لم يفته إلا السوء والشر، ما فاته خير، كله يعني هو كسبان وربحان. وبقت المدارس دي وقفت، وبقى استفاد أفضل من استفادة من يدرسون في المدارس. غير كده موضوع حسي إشارة جميلة هنا من التعليق اللي هي الإبداعات. الشخص لو علم بعض فنون الصناعات وبقى عليه مشرف متمكن، هنا ممكن تتولد حلول لا حصر لها. ولذلك من الفأل الحسن حقيقة لإخواننا في غزة وجزء منه عندنا في السودان، يعني ما نحن برضو ما بعيدين، هي أن مستوى الإبداع حينما يتعلم الشخص تعلم من الواقع والحقيقة أعلى من مستوى الإبداع القائم على التعلم في الفصول وفي الصف والتعلم النظري القائم على كتب قد تكون كتب ذاتها قديمة أو بيتكلم فقط عن تاريخ العلم. يمشي أن إحنا عندنا المشكلة فيشوفوا لنا ليه حل، يمشوا يلقطوا يجيبوا دي يركبوا دي، طيب ما تعمل دي، إحنا لو ركبنا دي، لو جبنا السيليكو وعملنا دي كده وعملنا دي وربطنا دي مع دي وعملنا دي، وما أجمل هذا الابتكار وما أجمل هذا الإبداع. لا من يجيني شخص يصل لدرجة إنه يكون هو مخترع ثاني منه اللي بيجي يغلط ولا يجي داير يديه درجة نازلة في الكيمياء ولا في الفيزياء ولا في الرياضيات، ده حقق مقصود الرياضيات. ولذلك من طرائف ما يذكر في التعليم إنه في كان امتحان بتاع بلاغة والولد ما مذاكر، فجاته الورقة فما قدر يعني ما قال أي حاجة، فقام كتب لي بيتين جميلة جدا يعتذر بها الأستاذ إنه أنا يا أستاذ ما ذاكرت، لكن بأبيات شعر لطيفة يعني موزونة قوية مسبوكة وفيها لطافة في الاعتذار. الأستاذ العاقل غير الجامد طق أدى الولد الدرجة الكاملة في مادة البلاغة، قال أصلا إحنا بنقرأ الولد عشان يبقوا زي ده. فلما يجيني شخص وصل لأنه يبدع وينتج، يعني إحنا قاعدين نقريهم كيف تفهموا وتحللوا إبداعات المبدعين، ده مش يحلل، ده بقى ذاته مبدع، طلع الشعر ده، فقال ده يستحق الدرجة الكاملة وليس
يعني حيقول له كيف وانت وده احتيال، والامانه تقتضي ان لا اعطيك الدرجه لان الامتحان انما وضع عشان. الناس الحرفيين ديل يدمروا التعليم ويدمروا الصناعه ويدمروا الحرب ذاته. انت في النهايه الله اداك عقل عشان لو في حاجات انت المفروض تتجه فيها مع الغرض او المعنى او المقصد، فينبغي ان لا تتوقف على حرفيه هذا اللفظ وهذه الكلمه. الحراميه قالوا جو وضعوا خطه عشان ييجوا ويشيلوا المفتاح من الحارس بتاع السجن ويطلعوا، فكان في خطتهم انه كيف يكسروا كيف يقدروا يفتحوا الباب، فمشوا للاسف لقوا الباب مفتوح فرجعوا قالوا الخطه فشلت لانه احنا كنا باين على انه احنا كيف نفتح الباب، نشيل المفتاح ونفتح الباب، لقينا الباب مفتوح فخطتنا فشلت. فهنا هذا الشخص الذي لا يتعامل مع المقاصد وانما يتعامل مع حرفيه الامور حنلقى انه هو من اكثر الناس اشكالا ومن اكثر الناس الذين لن يستفيدوا ابدا. ودي واحده من مقاصد التعليم المدرسي كما فضح ذلك عدد من الغربيين، بيتكلم عن انه في تدجين، في تعليم، في قولبه، في كسر للمبدعين، في محاوله انزال لمستوى المبدعين عشان يكونوا في مستوى الجنديه، ما يطلع زول يعمل لنا شوشره الناس كلها يقرروا مستوى واحد، ما يخلوه يجيبوا استاذ هو ذاته الاستاذ ممكن يكون ما فاهم الحاجه فيقوم يضغط الناس ضغطه في كده عشان يا اخي ما تكتر اسئله، اسكت اسئلتك بقت كثيره. طيب انت استاذ جيت هنا التعليم قائم على السؤال وليس قائم على هذا التسكين. فدي يعني جمله ارجو انها تكون يعني فيها شيء من تقريب الصوره في هذا المقطع الخامس. طيب يلا خلونا ننتقل لخطوه عمليه. انا داير امشي للمقطع السادس، داير اتكلم عن تجارب حيه حقيقيه. تجارب حيه حقيقيه حقيقه في مدرستين انا حانزل روابطهم. وين وضعت الرابط؟ ايوه، مدرسه سهله ومدرسه واكاديميه الصفوه. مدرسه سهله دي المدرسه حقت الدكتور عبد القادر عمور اللي رسلت لكم الفيديو بتاعه. ومدرسه سهله دي عفوا مدرسه الصفوه او اكاديميه الصفوه تواصلت اليوم مع المدير بتاعها، وهي مدرسه في امريكا، وحقيقه اداني كلام جميل جدا عن المدرسه. والاثنين ماخذين اعتماد من جهه من جهات اعتماد المدارس العامه حق التعليم العام، عندها 40,000 مدرسه معتمداها. الجهه اسمها بس اوريكم اسمه موجود هنا، معتمده من ايوه اسمها كوغنيا. كوغنيا دي احدى اعرق هيئات الاعتماد التعليمي في العالم، فبناخذين منها. حتى قال لي احنا اخترنا الولايه دي تحديدا في امريكا لانه بيدوك فرصه انك انت تتعلم بناء على قيمك. فالداير اصل له من خلال النموذجين ديل اللي عنده قدره يودي اولاده المدرستين ديل هما من افضل المدارس. الداير يمشي للهوم سكولينج او التعليم المنزلي، برضه ده عالم فيه كثير من الحاجات. بتاع اسوار المدرسه خلف اسوار المدرسه كان اتكلم عن مركز ابن خلدون للتعليم المدرسي، لكن مشيت دخلت النت لقيت انه اخر حاجه نزلنا عندهم في القناه قبل 7 سنين، ما اعرف هل توقفوا ولا لا. كان بيتكلموا عن اسس واصول التعليم المنزلي هوم سكولينج. وايمن عبد الرحيم رفك الله بالعز اسره، الناس قاعدين يقولها كده كويس. اتكلم عن موضوع انه الهوم سكولينج اصلا ما جاء مش المسلمين، ناس من غير المسلمين والاكاديميين في الستينات او السبعينات كان يتكلموا عن الموضوع ده، انه دايرين فرصه. انتم في النهايه التعليم دايرين شنو؟ دايرين مستوى معين، ان احنا مستعدين نمتحن اولادنا ده، امتحنوا لنا اولادنا في كل سنه، مش الحاجه دايريننا يقروها باعتبارهم هم في 5 يلا احنا حنقريهم في البيت وانتم ادونا. التعليم زي ده طبعا تعليم بقروش، يعني ما تعليم مجاني، وبيراعوا حالات اذا درسوا الحاله ولقوا الحاله تستدعي، لكن يبقى انه مهم انه يكون عندنا هم انه الناس تخرج خارج الاطار ده، وموجوده المعالجات. المدرستين ديل الحقيقه الطرح اللي بطرحه مش انه الناس يودوا اولادهم بس، انا داير اذا في ناس عندهم رغبه في انه ينشئوا مدارس زي دي
إنه يستفيدوا من الفكرة ويمشوا فيها خطوة، ومستعد إنه أكون حلقة وصل بينه وبين أصحاب المدرستين، وقبل ذلك مستعد أكون حلقة وصل بين السودانيين الشايلين الهم ده. في رابطة وأشرنا لها قبل كده اسمها رابطة المدارس القيمية، ودي رابطة جميلة جدا حقيقة، فيها عدد من الإخوة الكرام وعدد من المدارس الممتازة القيمية اللي هي أصلا قاعدة تعلم وهي شايلة هم القيم بالنسبة لها. ممكن يكون في توجه إنه كيف ممكن المدارس القيمية تلتقي عشان تحاول تعمل صورة زي دي. الشهادات اللي بتعطى هنا، المواد اللي بتدرس خلال السنة، كل المواد التي تطلب في الأنظمة التعليمية العالمية سواء أمريكية بريطانية أوروبية غيرها، المطلوبة في المواد بتاعة العلوم والرياضيات كمواد أساسية، مواد العلوم بكل تفاصيلها، والرياضيات أحيانا حتى لو داير البرمجة برضو ممكن أنت تخدها تدخلها. وحتمتحن تكون مستعد لامتحانات دولية فيها، ومستواهم راقي وعالي جدا في التعليم. فالأشياء دي مهم تكون موجودة. يعني ده التفاف، طلعنا من بيئة المدرسة وجينا لبيئة التعليم أونلاين للناس اللي بيناسبهم التعليم أونلاين، خاصة لو كانوا في بيئة ما فيها مدارس كويسة، ما فيها مدارس مسلمين، ما فيها في آفات كثير جدا بتسوى إنه الناس تدخل في تجربة زي دي. لكن دايرين نصمم حاجة سودانية توجه للطلاب السودانيين، وده غير المدارس اللي فيها تعليم القرآن، تعليم القيم. أنا بتكلم عن مدرسة عديل كده، المدرسة الواحدة دي، لكن ليست في فصول مغلقة، وإنما في فصول مفتوحة، وفي بيدربوا الآباء كيف انتوا يعني تقدروا تتعاملوا مع أولادكم، كيف تقدروا تربطوهم، وشغل روعة. يعني التجربتين ديل أي شخص داير يمشي بالخط ده وفيه قروش، يعني هذا الخط فيه قروش فيه قروش، لكن داير الشخص اللي بيدخل فيه ويعطيه كله. ولذلك الفيديوهات اللي نزلناها هسه دي، يعني لو في ناس دايرين يدخلوا الحقيقة، يعني أرجو سواء الحاضرين حس مباشرة أو اللي حيستمعوا للمادة، أرجو لو في شخص هو شغوف بموضوع التعليم وحاسس إنه ممكن ينقطع للاستثمار في الموضوع ده، مش يكون عنده كشك بتاع قرطاسية ويكون داير يعمل، لا، داير ينقطع للشغل ده وقادر على أن يصبر سنتين لحد ما الأمور تسلك معاه، فمرحبا به. في تجارب لمدارس سودانية المفروض ترتقي في مدرسة شركة اسمها مداد، فيها عدد من الإخوة المميزين يشتغلوا مدرسة زي دي. وفي كم مدرسة كان زمان، في مدرسة عمل لها أخونا محمد عباس المنشد الطبيب، كان عمل لها تسويق. ففي تجارب، لكن عشان تصل لمستوى الجودة والإتقان لابد الناس تقعد الموضوع ده قاعدة حقيقية، وليس مجرد هواية. لا والله يا أخي أنت مش قلت فيها قروش ندخل فيها، أنت مش قلت واحد يشتغل أي حاجة، لا، دايرين شخص عنده خلفية في التعليم في الإدارة التعليمية، عنده قدرة إنه يصبر سنتين يشتغل على نفسه ويشتغل على فريقه اللي حيبنيه، ويخرج لنا هذه المدرسة بالنكهة السودانية. احنا ما دايرين حقيقة نقري الناس ونبتهم عن المجتمع السوداني بتا كاملا، لا، من المجتمع السوداني معلمات سودانيات إذا كان للبنات ولا للأطفال الصغار، معلمين سودانيين، لكن الجميع يكون بمستوى التحدي. مش انه والله يا اخي بقول لك والله قروشهم شويه عشان كده انا ما بقدر تحدي داير اني تعالوا في الخاص، لا، يكون في مستوى يتناسب مع هذا التحدي. اذا في ناس عندها هذا الاستعداد، فانا مستعد انه انا اربطهم ونكون هذه النواه الموجوده. لماذا؟ لان هناك الان ما بنتكلم عن انه ما في يعني المشاريع موجوده، لكنها مشاريع غير منطلقه من القيم. يعني سهلة والصفوة الاثنين منطلقين من انه المدارس الحسع لا تحقق المقاصد الشرعية التي خلق الانسان من اجلها. طيب شفت بهذه الحدية الواضحة، ما في اي يعني كلام ثاني. لا تحقق، ما بتحقق، اي ما بتحقق يا جماعة. وفي حصص بتاعت عارفين حصص بتاعت قرآن، وفي مدارس قرآنية محاولة جيدة، لكن ما زي الشخص يكون حتى معلم مدرس العلوم لازم يكون قروه كيف تغرس نقاط التدبر في خلق الله من خلال تدريس هذا المنهج المقرر. يعني حتى المناهج بتاعت الرياضيات ممكن يدخل فيها دين، يدخل فيها قيم،
من خلال تدريب المعلمين على هذا الشيء. ومجال استثماري فل، لكنه مجال مجهد ومضني، ولا يستطيع أن يصبر عليه إلا من دخل فيه بنية أن ينفع المسلمين، لأنه حار. التعليم ده ما حاجة سهلة، ولذلك المهم إنه يكون حاضر الموضوع ده. فإذا كان في ناس عندها فنحن نستقبل. إذا كان أنت بتعرف لك أي شخص من الناس الشغالين في عالم بس يكون قيمي. حتى إحنا لما تكلمنا عن قيمي قلنا ما ممكن تعليم قيمي وتكون المالكة بتاعت المدرسة القيمية دي هي أصلا ما يعني بتخط الطرحة في راسها بس تقول لك لكن إحنا أولادنا والقرآن الكريم لازم أولادنا يحفظوا القرآن. ما اسمه القرآن يا أستاذ، اسمه القرآن. يعني أول حاجة إحنا هاي ملاكين هنا وأن إحنا في ناس قاعدين يدخلوا في تعليم القرآن لأنه السوق داير كده، وممكن يكون عندها مدرستين. تقول لك يا اخي والله داير مدرسه فيها قران، فيه داير مدرسه فيها موسيقى، فيه كله عندنا. يعني احنا بس اهم حاجه ما اطلع منها، لكن احنا لن تجد تعليم افضل منا. احنا جايبين لك شيوخ. انا ما داير شيوخ، انا دايرك انت ذاتك تكوني منطلقه من منطلقات شرعيه عميقه، انه دايرين نحقق المقصد الذي من اجله خلقنا، وندي الحاجات الثانيه عشان الولد ده يمشي يمتحن ويجيب اعلى الدرجات ويتجاوز هذه المرحله. هل المدارس القيميه القرانيه الما فيها تعليم الحاجات دي وما في امتحان ممكن تمشي؟ ممكن تمشي. كيف؟ بشرط المجتمع الذي سنطرحه في المقطع السابع. طيب المقطع السابع: أدوار مطلوبة من المجتمع بخصوص تعليم ما بعد الحرب. يا أيها المجتمع الكريم، يا أيتها الأم الله يديك العافية، يا أيها الأب الله يعينك ويساعدك، يا أصحاب وأرباب الأعمال اللي قاعدين تشغلوا الناس، يا أهالي البنات الدارين اللي قدموا لهم الأولاد، يا كل مجتمعنا الكريم، هذه رسالة لكم: تقبلوا واقع تعليم ما بعد الحرب. ما في داعي ترفضوا الود الظريف ده، الشاب الطموح الشغيل ده، لأنه هو ما عنده شهادة جامعية. والله لو كانت أوضاعهم المالية كويسة كان حسي ماجستير ذاته أخذه، لكن حاجاتهم كلها اتدمرت. لا بس هو التعليم ده، الزول كيف يعيش بدون تعليم؟ ما تغلب الأشياء دي على القيم والمعاني الحقيقية. ده نمرة واحد. نمرة اثنين: الأب والأم ما تبقوا وحش على أبنائكم. في مقطع حقيقة في آخر كتاب خلف سوار المدرسة، ختم حقيقة هو من طلاب أستاذ أحمد سالم، فختم بكتابة لأحمد سالم. طبعا أحمد سالم ما بيعتبر نفسه، ما ده يسمي نفسه شيخ، يعني أستاذ أحمد سالم. كاتب له 4 صفحات، 4 صفحات، أيوة 4 صفحات زي السم. يعني أنا أفضل لو في شخص دخل وقصاهم لنا ال4 صفحات، يعني ضرب في زي ما بيقولوا في المليان للآباء والأمهات، إنه ما تتعبوا أولادكم في المدرسة. الولد داير يغيب، خليه يغيب. ليه أنت ضاغطه في الاختبار؟ درجاته متوسطة في الاختبار، ماله؟ ما تنهيكوا، ما تضغطوا. يعني لو الأولاد قروا الهنا أحمد سالم ده حيحبوه حب شديد، لأنه بيتكلم بواقعية. الواقعية الموجودة دي هنا فيها درجة من سهلوا الأمر، لا تعذبوا أبنائكم يا جماعة. يا أيها المجتمع الكريم، المدارس، الناس الزمونا بالمدارس جونا بسلاح، وجو زي ما بقولوا استغلوا فجوة معينة وامتطوا ناس معينين، وجو دمروا لنا هذه المدارس التي أرادوا أن يحكمون بها. رجاء ما تعيدونا مرة ثانية نكبل نفسنا المدارس. يعني ما تبقى ملكي أكثر من الملك، ما تبقى أنت يعني حريص على السجن أكثر من السجان. السجان ما دايرك تجي ولا عنده لك أكل، أنت تمشي تمشي تتسلل بالليل وتنط جوا السجن وتكلبش نفسك وتقعد. ده شنو هذا جابك هنا؟ شنو تقول والله انتوا رفضتوني، انا قمت نطيت بالحيطه وجيتكم هنا، انا مسلم نفسي. لا تسلم نفسك. ما دام ان احنا عندنا الفرصه
انه احنا نطلع برا هذا التقييد. فرصه والله فرصه. انا زول حسي كم 50 سنه وقريت المدارس وقريت في الجامعه، يعني انا بتكلم بحرقه عن انه هذا التكبيل، يعني هذا الاذلال وهذه العبوديه التي يعني صنعت علينا وعطلتنا وكبلتنا ودخلت يعني من خسائر حقيقه في ناس قمه في الروعه، لفظوا مجتمعيا لانه الولد ما قادر يتجاوز المدرسه، ما بيقدر، ما بيعرف. في ناس ربنا ما فتح عليهم في انه يمسكوا القلم. لكن تعال شوف الورشه، يوجد في المنطقه الصناعيه من يسمون الفاقد التربوي، وانما الفاقد التربوي هو من حكم عليهم وليس هو اللي زول مخترع عديل كدي. تمشي تقول له، يقول لك والله يا اخي يا عمك السبير ده قاطع من السوق. لكن كده دقيقه اديني يومين انا بولف لك له حل، وخلال يومين يجي يصنع لك قطعه ويقول لك ان احنا كان في فتحه في القطعه الاساسيه لكن انا قفلتها لك هنا لانه احنا هنا في السودان البلد حاره، فعشان ما تسرب لك وما تعمل لك هنا وتركب تشتغل لك احسن من القطعه حقت يعني المصنع نفسه. ولذلك ارجو حقيقه انه الناس يعني المجتمع، يا مجتمعنا الكريم، يعني عليك الله يا جماعه الموضوع ده وصلوا لنا اي زول في المجتمع، يعني ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. هذه المدارس ليست هي العلم الذي جاء مدحه في القرآن والسنة. ما هو العلم؟ أنا بقول لكم الكلام ده ما العلم الشرع، ده ما العلم كده، لا. والعلماء ورثة الأنبياء ما دين. والعلم اطلب العلم ولو في الصين، على الحديث ما صح، ما مشكلة، المعنى صحيح نقبل منك، لكن هذا ليس هو العلم الذي يطلب العلم ولو في الصين. ما عندنا مشكلة، انا ما ممكن امشي الصين واجيب الالحاد من هناك ويكون انت ليه مشيت الصين؟ يقول لك والله عشان ما في الحديث في الصين، انا كنت بين ماليزيا وبين الصين لما لقيت الحديث كده كنت بس طوالي تمشي. القصد انه الانسان يتعلم ما يعنيه وما ينفعه وما يمكن ان يؤثر عليه تاثيرا حقيقيا. ولذلك لا بد حقيقه انه المجتمع يوعى. يعني انا اذا كان عندي غرض اصيل في اللقاء ده هو ان يكون هناك تنبيه للمجتمع، لا تحاكموا الناس بناء على الشهادات بس، ولا تفرضوا على الناس ان يحصلوا على الشهادات. انتهينا. يعني لا تطلبوا منهم انت ليه وما قريت، ويطاردوها بنت الناس انه ما والا الثانوي هنا وكذا، ويدخلوا الناس وساطات. وممكن الصلاه ما يتكلموا مع حاجه زي دي، وممكن لكن بس يقول لك قرر كده ما ممكن. وحجم النصائح اللي بتجي والمتطوعين في النصح وهاك يا ادله، ولا يمكن. وانت حتبقي كيف؟ حتربي ولاداتك كيف اذا انت ما عندك شهاده جامعيه؟ انت ما ممكن، انت كده حتدمري. انت والله ربنا بيسالك يوم القيامه عن اولادك ديل اذا انت ما عندك شهاده جامعيه، عشان هنا واولادك ديل لما يكبروا ويشوفوا امهم ما قرت جامعه، الاولاد دول ممكن يتعقدوا ممكن يكفروا، اعوذ بالله. يعني ما وصلت للحته دي. يا المجتمع الكريم، بالله ساعدنا في انه تعليم ما بعد الحرب ليس كالتعليم قبل الحرب. ناس وصلوا لحد انه ما قروا وما قدر يقري اولاده كلهم. يقول لك يا اخي كيف؟ كان عنده مصنع، المصنع هم ده تفكك وكسروه، وهنا هو داخل له في ديون، والديون دي حد حسي على الناس هنا طالبينها منه. فلا تعذبوا الناس ولا تنظروا للناس نظرة الشفقة، حتى لو شفقة ما دايرينها. يقول لك والله مساكين اولاد فلان، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قدروا يكملوا تعليم. مالك ومالك ومال مسكنة، لا تحنوا علينا، ولا دايرين منكم مساعدة، ولا دايرين تشترطوا علينا. خلاص انت ولدك قرا، والله ولدي بسبب القرايه، لكن والله احنا كنا جاهزين وقلنا له شوف انت تمشي وين وبس اختار، لكن هو بس يعني طيب ما خلاص لمي لسانك عليك يا حجه، ما في داعي تعذبي ولادات الناس بهذا الكلام. طيب، فدي رساله للمجتمع ارجو ان ترسل الى مجتمعنا الكريم، خاصه المؤثرين فيه. وصلوا لهم الكلام ده وخليهم يرحموا الناس. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. طيب، مقطعنا الثامن
طيب المقطع الثامن حقيقة في معنى من المعاني كان أنا قلتها قبل كده وداير أقولها مرة ثانية، قلتها لكن ما أظن في بث مباشر، وداير أقولها. هذا المعنى هو له علاقة بموضوع المجتمع، وهو تخلي الآباء والأمهات عن دورهم الحقيقي الطبيعي ووكل الموضوع للمدرسة. الآباء والأمهات بيركزوا معانا كويس. جناك ده لا يمكن أن تجني منه الأجر إلا إن تعبت عليه، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. الناس لا من جهة المدارس بقى الأب والأم عندهم تصور إنه دور مع الأبناء إلى أن يصل إلى سن الروضة، وبعدين تاني في الإجازات. ما عدا ذلك لا، ما مطالبين إلا بأنه بس يساعدوا المدرسة في موضوع القراية بتاعة المنهج بس، لكن تربية ما عندهم بهم علاقة. في صورة من صور تخلي عديل كدي الآباء والأمهات وتنازل المدرسة، إلى الحد الذي جعل المدارس تظن إنه هي المطالبة شرعا بأنها تربي. بل نحت بعض المدارس وبعض البيئات التعليمية أن تطلب مشاريع للشراكة الوالدية، تطلب وتترجى الآباء والأمهات: يا جماعة ساعدونا رجاء في القيام بدورنا الواجب علينا، وهو تربية أبنائكم أنتم. وضحت لكم الجريمة؟ طيب، وأنا لا أبرئ نفسي، أنا بتكلم في النهاية ننقد يجي زي ما يكون، ونستغفر الله عما كان من خلل شخصي، عشان ما يجوني البنات بعدين يقولوا لي انت يا بابا ما عملت الحاجات اللي قلتها. طيب، فانا بنقد الصوره دي، هي صوره انا بالنسبه لي حقيقه ما وضحت الا قريبا، انه لما تجي المدارس يعني تجي المدرسه وتقول لاولياء الامور نحن دايرين انكم تساعدونا في تربيه هؤلاء الابناء. دي الابناء منه من يطلب ممن ان يساعده في التربيه. يعني في حاجتين، في تربيه وفي اعطاء معلومات. انا ما اسميه تعليم، ما يحصل في المدارس ليس تعليما وانما حشو معلومات. حتى مهارات ما في، مهارات تعلم ما في، قيم احيانا ممكن تكون بالمستوى المطلوب لكن حشو معلومات. المدرسه دورها انها تحشو المعلومات، ويا اولياء الامور ساعدوا المدرسه في انه المعلومه اللي اتحشت دي اكبسوها كويس عشان ما تمروا. بس ساعدوا هذا الابن انه يتاكد من انه الحشوه طلعت مظبوطه. بس التربيه دور البيت. يا ايتها المدرسه اعينينا على تربيه ولدنا. يعني ده الاب والام يقولوا للمدرسه كده: ساعدينا على تربيه الولد. وبالتالي الاب والام بيطلب من المدرسه تساعدهم في موضوع التربيه، مش انه كيف الامور، ولا يعني زي ما بيقولوا الفساله في شنو؟ في انه تمشي الام تشتكي انه المدرسه ما قاعدين يربوا الولد بصوره كويسه. هيا بنت الناس، دورك ولا دوره؟ وهو ذاته منو الخرب وغيرك انت؟ اذا كانت داير ولدك المدرسه هي اتصل ويشو يقول لك والله لا، يعني الدور التربوي اكتشفنا انه الدور التربوي المدرسه ضعيف، احنا قاعدين ندفع عليكم القروش دي كلها. يعني انتوا مؤجرين الناس ديل عشان يربوا لكم اولاد. طيب هل الناس ديل اصلا اكفاء؟ هل هم اهل لانه يربوا اولادكم؟ انت خدت ولدك ده في مدرسه اجنبيه بيقروه ناس ما مسلمين اصلا، فكيف انت يعني انت دايره هذا البوذي ولا هذا النصراني يربي ولدك؟ تقول لك اي ما يربوهم في مشكله. اذا في مشكله كبيره جدا. فالخلل الموجود هنا خلل حقيقي، يجب على الآباء والأمهات أن يتوبوا إلى الله من هذا التفريط في هذا الدور. مهم نحن معاشر الآباء معاشر الأمهات إنه نفرح بالإجازة ولا نحزن. موضوع المدارس كانت ماسكة بلا، أولادنا بلا، ده هذا الذي يدور.
بيفرحوا. انا قبل قلت ما في ولد ما في طالب قاعد يفرح في المدرسه، قاعدين يفرحوا ببدايه المدارس هن الامهات. تقول لك انا والله ما قدرت اخذ راحتي في النوم بين قوسين وفي السهر بالليل كويس الا بعد ما المدارس بدات. البسهم الساعه 7 الناس كلهم طلعوا مشوا المدارس، طوالي اطفطف اللمبات، اقفل المطبخ، اقفل الهناك، انوم ل 11 حتى بعد ده اقوم اشوف الناس دين ممكن ناكلهم نعلفهم شنو. طيب وبعدين يعني فالوضع خطير مزعج. هذا المقطع احب انه يمشي لكل الاباء وكل الامهات بس يوعيهم. يعني اعرف انه تربيه الجنة ده عليك انت، انه ده جناك، ده ولدك، ده او ولد صالح يدعو له. الولد الصالح الذي يدعو له ده يا جماعه ليه العلماء لما بنتكلم عن او ولد صالح يدعو له قالوا لان هذا الاب وهذه الام كانوا سببا في صلاح هذا الولد. يعني التربيه دي هي اللي خلت الولد الصالح ده يبقى واحد من الاعمال الباقيه لك بعد وفاتك، لانك انت تعبت في تربيته. لكن انت لا بتحفظ قران، لا بتعلم اخلاق، لا بتنبه، لا زي ما بيقولوا بتنتبه لاخطاء، لا بتقوم اعوجاج، لا كده لا هنا لا. ويبقى ولدك كيف ذاته خليه صالح، ولد ذاته ما بتجي خلي صالح. ولذلك الموضوع حساس خطير. وده السبب الخفي زي ما بيقولوا نكشح الحلة. هذا هو السبب الخفي الذي يجعل سوق المدارس سوقا مزدهرة. يعني لو جزء داير يتكلم عن انه نوقف نظام المدارس، حسب الكتاب بتاع خلف اسوار المدرسه والهنا بيتكلموا كلام كثير جدا. ما لم الاب والام يتحملوا مسؤوليتهم ويصبروا عليها ويصنددوا ويحتسبوا فيها الاجر، المدارس دي بدل ما بيمشوا الاولاد يقعدوا فيها 6 ساعات حيقعدوا 8 و10 و12 ساعه. ناس يجوا فرحانين يقول لك طبعا ان احنا حق عندنا المدرسه شغاله مع الاولاد بنظام الفول داي. فول داي يعني شنو؟ الولد ده بيجينا مع اذان المغرب متغدي كويس يتغدى في المدرسه، فاطر ومتغدي ولعب وقرا والواجبات اللي ادوها له ذاته حلاها. جاينا زول نوم، يجينا جاهز زول نوم، بيدخل بيستحمى بيرقد ينوم، صحى الصباح صحينا لبس مشى المدرسه. والله مدرسه ممتازه بشكل ابدا، وانما ام تخلت واب مشغول. وبعد ده يقول لك الاولاد اللي احنا بدينا نلمس فيهم افكار كده بتاعت الحاد، هم لو ما الحدوا يعني زي ما بقول اثر المدرسه يظهر في شنو؟ لو ما بقى عندهم يقول لك والله نحن البيت ما دايره تلبس الحجاب، ما دايره كله بتكرهه قدر ما يخطوا في راسها. البيت ما شافت في المدرسه زول خدت لي حاجه في هنا. المعلمات كلهم قدواته نسوان ولا يعني استاذات ما مسلمات اصلا، فالحيلبس الحجاب شنو؟ امها ذاتها كان هنا ذاتها ما دايره لو عندها قدره تقول لك انا داير اشتغل في امي دي عشان اطلع منها الحاجه الكاتمه النفس بتاع الشعر بتاعها عشان شعرها الجميل ده يظهر. لكن هي كده كل ما له مغمغماه مكمكماه. انا دايره اساعدها عشان اخليها تتطور، لانه دي المدرسه المطوره. كل مره امي بتقول لي ان احنا دايرين انكم تجيبوا لنا الحضاره والعلم والمعرفه من المدرسه. انا ما حقصر مع امي في انه انا انقلها هذه النقله. افيقوا يا ايها الاباء ويا ايتها الامهات. طيب المقطع العاشر ده فيه شيء من الطرفه. النظام المدرسي نظام أنثوي. طبعا ممكن تلقوها في المقاطع الموجودة دي، لكن بس أنا حاحاول أشرحها بطريقة قد تكون غريبة شوية. نط الحيطة بتاعت المدرسة، قفز أسوار المدرسة، قد السلك باللهجة السودانية هنا، الهروب من المدرسة، خلق وسلوك لا يكاد يوجد في مدارس البنات، لكنه سلوك طبيعي جدا وكثير جدا في مدارس الأولاد. قد يوجد في بيت تجد سلك، أيوة
اذا كانت بتقرا في مدرسه اولاد فمعناها البنت دي خلاص اصبحت محمد ولد، بقت ولد هي ذاتها. يعني دي الحالات الشاذه، لكن بنت تنط، والقضيه ما عشان انه والله لا عشان الولاد عندهم بنطلون بيلبسوه، لا ما في هنا بنت ممكن تكون ذات بنطلون لكن ما بتفكر. نمط التعليم المدرسي نمط لا يتوافق مع الذكور وهو اقرب الى الطبيعه الانثويه. الكلام اللي بنقوله والله الولاد اشطر، البنات اشطر من الاولاد، يا اخي والله شوف لا من يذيعوا المية الاوائل، شوف كميه البنات الموجوده فيها في مقارنه بالاولاد. ابدا، ما عشان اشطر ولا عشان حاجه. من الخطا اصلا ان نقارن الولد بالبنت، يعني ان نجعل معيار نقارن فيه الولد بالبنت هذا جزء من خلل التصور. في يعني يمكن بعضكم شاف البودكاست بتاع الانثى في القران الكريم انه الذكر والانثى بينهما تباين تكاملي، ما بيشبهوا بعض عشان يركبوا على بعض، عشان يكملوا بعض، عشان يعني تكتمل صورة الحياة. زوج وزوجته، أب وأم، أخ وأخت، كويس، ابن وبنت، هذه امرأة ورجل، هذه الثنائية ضرورية جدا في الحياة، يكمل بعضها بعضا. فخطأ انك انت تقارن، زي ما انه بقول لك من الخطأ تقول يعني مثلا لو جيت قلت والله يا اخ تسأل واحد تقول له اسرع الحصان ولا اخف الريشة، ما في يعني متباينين. فانا ما المفروض اخذ يعني كونه يكون في معيار بقارن بيه وبين الاثنين مقارنة كده حدية، ده خطأ. لكن اللي بيخلي البنات شنو انه بيئة المدرسة بيئة تتناسب مع الانثى، تتناسب مع الأنثى في فطرتها. الأنثى يتناسب معها السكون وقلة الحركة والجلوس والصمت والهدوء يعني دي حاجات أخلاق أنثوية. أما الولد المشي، الضرب في الأرض، السعي، الجهاد، القتال، التجارة، يعني السفر، الحاجات دي كلها هي حاجات ذكورية في وضعها الأساس. فالمدرسة فيها 3 أوصاف، فيها حبس وإسكات، فحبس وإجلاس وإسكات. يعني تخيل الولد بيحب يتونس مع أصحابه، تخيل تلم الزول ده في فصل فيه 20 أو 30 أو 40 زميل له من نفس السن، والمواضيع كثيرة جدا. ومبارح كان في مباراة بتاعت قمة، كان في جلاسكو، كان في ما عارف شنو، كان في تحدي شنو، وتلمهم وما داروا يتكلموا في الطابور، ما تتكلموا شيء ماشي يا ولد اسكت. دخلوا الفصل الالفا جاء يا جماعه اللي بيتكلم انا حسجل اسمه. جاء دخل الاستاذ اسكت يا ولد، الولد ده ارفع عليه اسمه اللي بيتكلم ده. الفسحه جات في بعض الناس حتى الفسحه ما خلوهم يتكلموا فيها او يتكلم خلاص بادب. مهنا الولد من طبعه داير يجري، داير ينطط، داير يتحرك، داير كذا، داير يتكلم، داير يتونس، داير يطلع برا، داير يعيش في الحريه في الفضاء. فانت حبست واجلست واسكت. فالحبس والاجلاس والاسكات لا تتناسب مع الذكر، لا تتناسب مع الولد، لا تتناسب مع الابن، تتناسب مع البيت الى حد. الجرس واحده من علامات هنا غير نط يعني قد السلك او نط الحيطه بتاعت المدرسة. والحاجة الثانية بيوت، كلمة بيوت بالمعنى ده لا تكاد تسمع في مدارس البنات. حتى لو جيت قلت لبنت والله بيوت، ما يعني لا تثير الكلمة دي بالنسبة لها، لا تثير أي معنى من المعاني. يعني شنو بيوت؟ طيب ما في مدارس، ما في مساجد، ما بيفهموا إنه الكلمة دي هي تعبير عن الفك من الحبس وتعبير عن الانطلاق. في 4 دقائق مدارس الأولاد بتفضى. الولد ما بينتظر القدامه يطلعوا بالباب، بينط بالشباك عشان يجري يطلع برا المدرسة. البيت أحيانا بيتين بيكونوا بيتونسوا والجرس دقة حق نهاية المدرسة، نهاية اليوم، ومع ذلك البيتين قاعدات لسه بيتونسوا. تجي الفراشة يا بناتي ما تمرقوا، خلونا نقفل المدرسة نمشي نشوف ولاداتنا ديل الحاصل عليهم شنو كده يا خالة، بس شوية بس نكمل يا بناتي ونستكم بتكمل.
بيأتوا يوم كملت امشوا تعالوا تنموا بكره، خلاص اطلعوا برا في نهاية قفلت الباب، يقفوا جنب الباب يتونسوا في ونساتهم لحد ما يصلوا لنقطة يقدروا يقفوا فيها عشان يواصلوا بكرة. ولذلك يعني الطالب المتمرد، الولد المتمرد في المدرسة في أحيان كثيرة بيكون أكثر نجاحا وأكثر قدرة على التعامل مع صراعات الحياة من الطالب المسكين المؤدب القاعد في الصف الأول ولابس نظارته ولا تكاد تسمع له حسا. كمان الكلام ده لو يتشال والدولة الروضة، لا يقول لك والله ما شاء الله ولدك هدوء غير عادي، ده مرض، دي مشكلة. ولد يخطوا في حتة فيها أولاد زيه وفيها ألعاب وفيها كده ويقعد هادي، ده طوال الدكتور. كان ما عنده حمى ولا عنده مشكلة زي دي طوال الطبيب النفسي. أما إنه يكون إنسان سوي وفي مرحلة بتاعت لعب ويلقى كل الفرص متاحة للعب ما يلعب، فده معناها في إشكالية حاصلة هنا. أكتفي حقيقة بهذا القدر. وهي سياحة حقيقة عندنا فيها رسالتين أنا حلخصها في مقطعنا، أظن الأخير ده حيكون العاشر، نقول العاشر نسجله. طيب المقطع العاشر والختامي في لقائنا تعليم ما بعد الحرب، نظرة مقاصدية واقعية، نشوف الواقع شنو، ندرسه عشان ننتقل منه للصورة، للمقصد، للصورة الحقيقية الكاملة الناضجة عشان نمشي لها ونتعامل معه بدرجة من الهدوء، درجة من القياس والمعايرة. تعليم ما بعد الحرب لن يكون كالتعليم قبل الحرب. يعني نقول السودان بعد الحرب ليست كالسودان بعد، برضو التعليم بعد الحرب ليست كالتعليم بعده، حتختلف، اختلفت فيه حاجات كثيرة جدا. يجب أن يتعايش الناس مع هذا الاختلاف وأن يتعاملوا معه بصورة كويسة. في قضايا تجاوزناها ما تكلمنا عنها حقيقة في لقائنا اليوم لأنه تناولناها كثير. ما دام مقصدنا من التعلم الحقيقي هو الوصول إلى رضا الله، فإننا لا يمكن أن نفرط في هذا الرضا بسبب تحصيل درجات معينة. موضوع داري تمشي تحضر في ألمانيا وهناك والله يا أخي في هناك يقول لك ما في، والله في عنده ولد عمته هناك وعنده أصحابه، أيوة ولد عمته وأصحابه هناك دي محرم تمشي هناك تقعد معه، لا للتفريط. المرأة يعني زي ما بيقولوا الخروج للإصلاح وللتأثير هو أمر مطلوب من الناس. طيب في نقطة حقيقة أنا تذكرتها فحاضطر أقولها هسه، يعني ما حأختم بالخاتمة دي حوقف الخاتمة دي، حأرجع للنقطة. معلش مقطعنا العاشر بس أنها نقطة مهمة جدا حقيقة. أنا للأسف كنت أخذتها في لكن ما سجلتها في الورقة جنبي هنا، وهي مسألة إنه نحن دايرين نتعلم ونمشي وماجستير ودكتوراه عشان نخدم البشرية، دعوة خدمة البشرية. شوفوا يا جماعة، خدمة البشرية أعظم خدمة يمكن أن نقدمها للبشرية هي أن نخرجهم من الظلمات إلى النور. ودي أنفع من إنه إحنا نعمل لهم مسيرة، ومن إنه أنا أمشي أشتغل في ناسا ولا أمشي في مايكروسوفت ولا أمشي في كده. أنفع ما يمكن أن تقدمه للبشرية أن تعيدها إلى فطرتها وإلى نور الوحي حتى تتقرب إلى الله تعالى تقربا صحيحا. دي أفضل خدمة، وهذه لن يجدوها من غيرك أبدا والله. من غير المسلم ما حيلقوا الحاجة دي خالص، ما حيلقوها من أي زول تاني. طيب المشاركة في البعث الحضاري العالمي في كلمات كبار 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 كده. الكلمات دي واقع الحرب كشف لنا حقائق كبيرة فيها جدا. دوري أنا أن أصلح من يليني، كون أنا أعمل لي حل لحلتنا عشان إخراج الموية يكون سهل عشان أهلي وأبوي وأمي وجدي وحبوبتي وخيراني يشربوا موية نقية بأسهل طريقة، أنفع وآجر عند الله من إنه أنا أساهم في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي العالمي. الشريعة قامت على مبدأ إنه خيرك لنفسك ثم لمن بعدك.
ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ثم أدناك فأدناك. وجاء منها المثل السوداني: الأكل كان ما كفى ناس البيت يحرم على الجيران. طبعا ده كمثال تثبيتي، بخلاف موضوع الإيثار، وهذا موضوع ثاني. لكن ما ممكن أنت تحرم ناس بيتك من القدر الذي لا تقوم حياتهم إلا به وتمشي تقيم به حياة غيرك. ولذلك كتاب الشيخ إبراهيم السكران مآلات الخطاب المدني من أهم الكتب التي يجب أن تقرأ وأن يستوعب بها الناس الواقع في موضوع ما مقاصد الخلق. الشيء الثاني يا جماعة، نحن خلقنا لكي نعبد الله بالصلاة، الصيام، الأذكار، قراءة القرآن، كده نقوم بها ونأديها، ثم ما يترتب بمن حولنا، نبر بآبائنا وأمهاتنا، نصل أرحامنا، نساعد المحتاج، نحمل الكل، نكسب المعدوم. دي الدائرة الثانية. والدائرة الثالثة نعلم الناس الخير وننشره ونبثه وإلى آخره. أما أمور الدنيا فهي تبعية بالحد الذي يحقق لنا الاستقرار في أدوارنا الإنسانية التي نعيشها. كلام ده كبار، نعيده مرة ثانية. يعني أنا موضوع النظرة بتاعت إنه أنا داير أكتشف مجرة جديدة غير مجرتنا اللي عايشين فيها، ده حيجرك بر الأغراض التي خلقت لها. طيب ما له في مانع؟ في مانع. أنت مطالب بأنك تبدأ بدوائرك الأقرب، ثم إذا أنجزتها بالكامل وتوددت ووصلت لديك ما في مشكلة. لكن أنا داير أقدم خدمة البشرية عشان أجي في نوبل، لا تخدم البشرية، المفروض تخدمها هو أنت ومن حولك. طيب والأمة، أيوة باقي الناس ديلك ما بقول لك ما تفيدون، لكن بعد ما تقوم بالواجب العيني عليك أمشي قدم لهم في الكفائي في إنك تدعوهم إلى الهداية وتوضح لهم كيف أن النظام الإسلامي هو أصح نظام يمكن أن يعيش به البشر. ما إلا تسلم، أنا ما بتكلم عن إنك تسلم، حتى لو ما تسلم أخذ النظام ده اللي بيضبط لك وضعك. في النظام المالي نظامكم غلط، شيلوا النظام الذي يحارب الربا ويحارب الغرر والذي يعطي المال على حسب الجهد لا على حسب معطيات ثانية. أخذوا النظام ده وطبقوه بتستفيدوا حتى لو ما أسلمتوا. إحنا جئنا لنخرجكم من الظلمات إلى النور. ما حأمشي عشان الحياة اللي أنتوا احتكرتوها. يعني يا جماعة ما نكذب على بعض، هذه العلوم التي أخرجت لنا ده الحد المسموح لنا نطلع عليه، أما ما هو زايد فغير مسموح بأنك تطلع عليه، ولو بالغرض اطلعت عليه ما بخلوك تطلع من بلدهم، وكان طلعت ممكن يقتلوك. وأنا عندي فيها قصة حقيقة للوالد ربنا يديه العافية. كان في أمريكا في بداية السبعينات، فبداية الثورة بتاعت الهندسة الوراثية، كان يعني مجاله في التلقيح الصناعي والحاجات دي بداية ما ظهرت الحاجة دي. فجاء سأله، قال قاعدين في المعمل، قال لي فجاء الخواجة الأمريكي سأله قال له يا أحمد أنت ما داير تنقل حاجات العلم اللي تعلمته ده تمشي تودي لي بلدك؟ فقال يعني من رحمة الله به إنه كان زهجان بس داير يطلع ياخذ الشهادة ويطلع، خلاص زهج من البحوث ومن المعمل. قال له أبدا أنا بس داير شهادتي دي أشيلها من هنا وأمشي. فكان معاه في المعمل واحد من أمريكا الجنوبية، فقام بعد ما طلع الأمريكي فقام من أمريكا الجنوبية ده كلمه قال له والله الله نجاك. قال له شنو؟ قال له لو أنت جاوبت بإنه أيوة أنا داير أنقل الحاجات دي لبلدي ما كان حيدوك فرصة تسافر، ولو سافرت ما كان حيخلوك. يعني اللي هي الحاجات اللي كانت بتطلع لما يجي زول يقول لك والله فلان ده رجع من أمريكا بعد ما اشتغل هناك كم 40 سنة، بعد سنة يقول لك مات بسرطان الدم. شنو حقنه حاجة عشان ينتهي. فما في داعي أن احنا ننظر لهذه الحضارة التي تهاوت وانهارت وانفضحت أمامنا، حتى حسع موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية والكلام كده كثير ده ما عملوها بس عشان يجملوا وضعهم، وهم خاتلنا بشروط لا يمكن أن تتحقق إلا بالصورة السيئة الذي لا نريدها أصلا. فالقصد إنه ما في داعي تشغل نفسك بالتطور. الأدوات القدر اللي سمحوا لك بإنك أنت تستفيد منه شيله وشوف كيف ممكن ننتفع به نحن المسلمين بس. أما إنه أنت تشارك
في تطوير النموذج العالمي في كده ولا لا. وصلت سربوا القدر اللي وصل لنا من المسيرات نشيل ونفكك ونعمل هندسة عكسية ونعمل زي ونشيل نطوره بإمكانياتنا الداخلية فقط، ولا نمشي ولا نطلب منهم أي حاجة ولا كده، بس من الحد اللي وصلنا الذي سمح بالنشر، سمح بأنه يصلنا. فالمعنى ده يا جماعة معنا مهم جدا، لأنه كثير من الناس، وأنا أول واحدة صدمتني في الموضوع ده قبل حتى 20 سنة تقريبا في واحدة من الجامعات، فواحدة رسلت رسالة قالت لي يا شيخ أنا ممتازة جدا أكاديميا في الكيمياء، فأنا قررت إنه أنا أترك الأدوار التقليدية، يعني من قبل 20 سنة الموضوع بتاع الأدوار التقليدية موجود، وما حاتزوج وداير أتفرغ حتى أنفع المسلمين وأخرج لهم اختراعات واكتشافات في الكيمياء. يعني خلاص أنا دايرة أستفيد من علمي ده، إنه أنا أعلم الناس، يعني أسد ثغرة للناس. أنا انصدمت. ليس المرأة هي الوصالة للحتة دي، إنها مشت في التعليم المدرسي المشابه لتعليم الولد لحد ما وصلت للحتة دي، وكل الناس بنتي شاطرة ونسبتك كويسة ودرجتك هنا. الكيمياء اشتغلين الكيمياء المنزلية، ضبطي بيتك، ضبطي أهلك الحوالينك الناس. يعني للأسف واحدة من أكبر أضرار دراسة الحاجات الكبيرة البعيدة، المجرات والمعارف شنو والأشعة السينية وسرعة الضوء، إنه مرقتنا من حاجاتنا الحقيقية المحيطة بنا لحاجات ما لها حقيقة أو لا تلامس حياتنا الحقيقية. فيا جماعة اتقوا الله في أنفسكم، في زمنكم، في علومكم، في تخصصاتكم. الشيء اللي بتقدروا تجيبوه عشان يساعد المسلمين في انه يتحرروا جزئيا من الهيمنه الموجوده حسه، امشوا فيه، لكن ما تشغل نفسك بشيء تعلم انه ما حيكون الناس مستعدين للموضوع ده الا بعد 10 سنين، بعد 15 سنه. خلينا نشتغل في فضح الحضاره الغربيه، في اكتشاف ما في الانظمه الاسلاميه في الغذاء، في الدواء، في الوقايه، اي نظام اسلامي في التعامل مع الماء، في التعامل في العلاقات الاجتماعية، في النظر إلى الكون. ما في هذه الأنظمة من كمالات نتعلم ونمشي نقول يا جماعة هذا ديننا وهذا نظامنا. أما إنه إحنا نمشي نساعد في الصور لا. وبالتالي الكيمياء، الفيزياء، الأحياء التعمق الزايد فيها عشان أنا أخدم، ما حتخدم حاجة. شيل، إذا أنت حتمشي في الخط بتاع الهندسة شيل ما يتناسب مع هندسة الصيانة، الحاجات الخربت، هندسة التدوير، المسيرات، الطاقة الشمسية، الحياة زي دي، دون أن تشغل نفسك وأن تشغل بأمور لن يسمح لك، ما بخلوك. ولو مشيت وانت بتحافظ على صلاتك ده بوروك الويل، لا حيخلوك تصل لأسرار، ولا حيخلوك تصل ولا هو ما حيخلوك تدخل بلد زادة. خلي تيجي تتعلم هذه الأشياء، والموضوع يطول، لكن أرجو أن يكون في هذا القدر شيء من الكفاية. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. أنهينا كده اللقاء المباشر، وبعد ده حندخل في الأسئلة. ما في مدرسة الآن تحقق أنا ححاول أشوف الأسئلة اللي حسي قادر أشوفها دي. قالت الوالد بيخليهم يجيبوا كتبهم وكراساتهم، اجتهد معاهم في الأكاديميات، غير إنه كنا بنعمل لهم حلقات تحفيظ وسيرة. ممتاز يا جماعة. جزء من التعليم الذي حصل لأبنائنا، أنا عشان نسجل هنا. طيب ده المقطع 11 وهو مقطع في الأسئلة. طيب جزء من الفوائد الكبرى التي حصلت إنه الناس تعلمت الحياة. يعني نحن قبل كده عملنا تجربة أيام الحرب أيام المظاهرات والحاجات دي، الجامعات عطلت فترة، وكان معانا شابين كانوا على وشك يتخرجوا في الجامعة وشغالين معانا وممتازين والشغل ممتاز والهنا. نحن جوا الشغل عملنا لهم تخريج، خرجناهم عليك، قلنا لهم ما يراد من أجل التخريج أنتم قاعدين فيه اللي هو الشغل، وما يراد بالدراسة من الخبرة تكونت عندكم. فأنت حاسس خريجين، وعملنا لهم حفلة كده وقلنا دي حفلة بتاع التخريج فلان وفلان، وإذا بيجي بنقول فلان ده خريج كلية كده تم تخريجه داخل المكتب. طيب في طلبة كسرت إلى الأبد. أي والله صحيح. كلام ما في واقع. ما في مدرسة الآن تحقق المقصد الشرعي من الحياة. من طموحات المستقبل أن نؤسس مدرسة بنهج القيم والعقيدة.
استفدت كده. طيب ممكن الأخت علق التعليق ده نقول لها يعني تحاول تشوف في منهم من الأخوات ويكون في تواصل معي عبر القناة عشان نربطكم بعدد من الأخوات المهتمات بالموضوع ده. ده أخونا الكبير عاصم عثمان، كبير قدرا، أنا أكبر منه سنا. نطمح أن تكون رائد ومؤسس مدارس القيم في السودان. أنت دايرين يا عاصم تشتغل لي الحاجات دي. المدارس القيمية حسي الرابطة موجودة وفيها ناس متخصصين. يا جماعة يجب أن يحترم التخصص، ليس كل من تكلم عن شيء يعاقب بأنه يتقال له أنت المفروض تستلم الموضوع ده، لأنه لو أي زول قال حاجة قمت قلت له الكلام ده حنصل لنتيجة إنه الناس ما يعني أنا تاني ما حد يقوم فكرة يقول لك والله يا أخي أنت مش يا مولانا أنت جبت الفكرة دي مالك ما نفذتها يا ود الناس. أنا الفكرة جبتها، هل عقوبتي لأنه أنا جبت الفكرة إنه أنت تلزمني بإنه أنا نفذها؟ خلاص ثاني ما بيجي لك فكرة. فالأفكار الموجودة هنا ليست أفكار خاصة بالمتحدث، هي أفكار ملقطة. لكن الخريطة اللي بقولها للناس الدايرين يشتغلوا في المجال ده، عندنا خطين: خط طرح السؤال هل يمكن أن يعيش الناس بدون مدارس ونشر الوعي ده، وأي زول داير يشتغل في الشغل ده يقرأ الكتاب بتاع خلف أسوار المدرسة ويسمع الحلقات 10 الموجودة، وقد تفتح له الطريق لحلقات أخرى. وانشروا الوعي ده يا جماعة، انشروا الوعي. الحلقة الأخيرة بتاعت دكتور عبد القادر حلقة جميلة وخفيفة رشيقة، يعني رشيقة وجديدة، ففيها أشياء مربوطة مما يميزها عن الحلقات التالية إنه مربوطة بحل عملي وبإنه هو بيتكلم معاه يقول لك الحاجة دي احنا طبقناها عندنا ومشت. فده كسر لهاجس إنه الموضوع ده هو حيحصل شنو بتين وليه. ف طيب كويس ما شاء الله في رسائل جات هنا بس ما انتبهت عليها. طيب ده التعليق هنا. جميل، في مشاركات ممتازة حسي يا دوب وصلتنا. دي الأخت أظن منار. طيب قالت بتمنى تقرأ رسالتي دي. حقيقة أنا عشت قصة عجيبة مع مشواري في الجامعة. كل ما أقعد وأفكر كيف الأمور جرت بتفكر في كمية الحكم اللي تعلمتها لولا الظروف اللي مريت بها ما كنت حتعلمها. يمكن أنا من قبل الحرب ما قدرت أمشي في الجامعة بصورة منتظمة، يعني تقدر تقول أنا كنت عايش حرب مع موضوع الجامعة دي قبل ما الناس كلها تعيش الحرب. مما دخلت الجامعة ما حقول للأسف أبدأ والله طويل، يعني أنا ما أعرف هل حنقرأ. طيب احنا نقرأ، يعني انا كنت قايل رسالتين لكن نفس الرسالة بس معادة مرتين. طيب انا حقرأ واحاول اختصر فيه شوية. طيب مما دخلت الجامعة ما حقول للأسف أبدا، لكن مما دخلت مشواري في الجامعة اتعكست بصورة مبالغ فيها. كل ما أمشي خطوة أرجع 10 خطوات لورا حرفيا زي ما بقولوا. كسرت رقبتي عشان أنجز في الجامعة وأواصل بصورة منتظمة. قعدت في سنة أولى 4 سنين، وأول ما دخلت ثانية وفرحت الحلب قامت. طيب كنت شايف انه قيمتي كلها محصوره في مبنى اللي اسمه الجامعه ده. اكتشفت انه كنت حرفيا ظالمه نفسي وخانقاها في حلقه ضيقه جدا. ده نموذج عملي. طيب كنت بعمل انجاز بصوره خطا وبصوره بس اني ماشيه مع التيار النمطي زي كل الناس لازم تدخل جامعه وتقرا وتشيل شهاده بعد 5 سنين. انتقلت من جامعه لجامعه ثانيه وبرضه الموضوع كان معكس وكل مره ماشي اصعب، وكنت زعلان زعل وفي غصه في قلبي ما في كلمه بتوصيفها ابدا. والله العظيم انا حاليا تعلمت حاجات عمري ما كنت حتعلمها في اي جامعه في الدنيا. الحياه دي ذاتها ما جامعه، الحرب جامعه، النزوح جامعه، يعني الشهادات اللي حصلوها الناس من الحرب دي اعلى بكثير مما يمكن ان يحصلوه في مقاعد الدراسه. بضحك على نفسي، زمان زعلت وبكيت وقلبت الدنيا عشان الجامعه. انا شايفه نفسي، طيب انا وصلت لمرحله انه انا شايفه نفسي احسن من لي واحده حاليا بتقرا في الجامعه. احسن لي من واحده حاليا بتقرا في الجامعه. الجامعه بقت بالنسبه لي كانه زول بيمتحن في امتحان وفي سؤال غلبه، ما حيضيع زمن الامتحان كله في السؤال الواحد ده، حيمشي للسؤال اللي بعده ويواصل، واذا لقى زمن يرجع للسؤال الصعب. ممتاز، ده قياس ظريف. نفس الفهم الجامعه بقت بالنسبه لي كده. تفكيري اتغير، قناعاتي اتغيرت، هدفي اتغيرت. بقيت لما اشوف لي بنت شايله هم الجامعه بصوره مدمره بشفق عليها نفسي اوصل لها الفكره والفهم ده. بس للاسف الناس بس شايفين النجاح كله في الشهاده
حتكون شايلاه. وانا حاليا الدفعه دي نزلت اونلاين لهم سنه، وانا لما شفت العيال رفضت اني انزل معاهم، وانا في يوم من الايام كنت حاموت عشان اتم سنه واحده منتظمه بالجامعه. انا حاليا نفسي اتم جامعتي بس ما عايشه في هلع الجامعه والعقده حقت الشهاده ولا بكالوريوس، ماشي في طريقي في العلم. ربنا اراد لي القى فرصه اتم الجامعه الحمد لله، ما اراد الحمد لله حمدا كثيرا. انا حاليا لسه بعلم في نفسي وماشي مشوار التعليم بس بصوره مختلفه وجميله جدا، بطريقه من غير ما اتعرض لاي حاجه فيها اختلاط، وانه يطلب مني اني اتخلى عن الحجاب ولا اعمل ميك اب او واحد من مبادئي، بل بالعكس ربنا من علي اني اتمسك اكثر بالصوره وطريق ربنا رسموا لي احسن مليون مره عشان اعي للحكمه دي والمفهوم ده. والسلام عليكم. وعليكم السلام. كلام جميل جدا ومثال عملي، وكون الاخت ذاتها يعني تلقى زي ما بيقولوا قدره انها تكتب لنا الكتابه دي، معناها هي حريصه على انه الصوره دي تصل لكم، وده نموذج عملي. ولو مذكرين احنا في اللقاء الفات قبل 10 يوم كنا طلبنا انه الناس تكتب لنا انه حصل شنو قبل وبعد الحرب واستفادت شنو. والحمد لله حجم التاثر والتفاعل جميل جدا حقيقه في موضوع يعني معظم الناس حال بعد الحرب، بعد الحرب، بعد ما انتهت حسع، بعد ما وضعت اوزارا نسبيا بقت افضل من حال قبل الحرب. ولا الحال في الحرب لا يقاس عليها، لانه الناس في حاله قرب من الله. طيب بحاجه للتعليم المدرسي، نخلص اولادنا من رق المناهج والوقت. التعليم المنزلي يا جماعه كان الناس ما فهمت الكلام بتاع المجتمع، فهمت انه المجتمع ما يقعد يذنب الناس ديل، وما فهمت الصوره حقت انه الوالدين يجب ان يحملوا المسؤوليه. الاخت الكبيره لازم تساعد امها ولازم تساعد ابوها، الولد لازم يساعد في تربيه او في تعليم وتوجيه اخوانه. ما لم تستوعب هذه الصوره فان التعليم المنزلي مكتوب عليه الفشل. من هذا اللقاء وزي ما قلنا بس المشروعين الطارحينهم، مشروع بتاع رفع الوعي للناس بعد استماع الحاجات دي، ومشروع ثاني هو مشروع تأسيس مدرسة تدرس العلوم الأكاديمية وتحصل على اعتمادات عالمية وتكون بالقروش يستفاد فيها من ناس الصفوة وناس سهلة. والثالث وأشار له إشارة إنه لو في زول عنده أولاد وداير يدخلهم المدرستين ديل يحاول يستفيد منهما. بكده نكون قد أنهينا كده نكون وصلنا إلى ختام ما نريده. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.